هو مؤتمركم جميعا، والكل يسعى أن ينجح هذا المؤتمر. نبدأ بالاستماع إلى النشيد الوطني الأحوازي. إخواني الأعزاء، شكرا. مساء الخير مجددا، واهلا وسهلا بكل الاخوه والاخوات المشاركين من ابناء شعبنا العربي الاحوازي العظيم وابناء امتنا العربيه المجيده، وايضا اخواننا وحلفائنا من ابناء شعوب غير الفارسيه المحتله من ايران، لا سيما ابناء الشعب الاذربيجاني الجنوبي وكردستان وبلوچستان وترکمنستان. اجازه بدین من خوش آمد بگم به تک تک عزیزان و همرزمان. پوزش می‌طلبم از اینکه به زبان فارسی صحبت می‌کنم در این کنفرانس ملی، ولی خب ما می‌خوایم بینندگان و شنوندگانمون هم در سرزمین‌های اشغالی از آنچه که در این کنفرانس می‌گذره با خبر بشن. اجازه بدین من خیلی سریع حضور عزیزان به زبان فارسی بگم که ما مهمانانی داریم از تمامی کشورهای عربی و دوستان و همرزمان دوست دارن بیشتر بدونن که خواسته های ملت های تحت اشغال ایران چی هست و این ملت ها برای چی مبارزه میکنن. و خیلی خلاصه ما امیدواریم که این کنفرانس که کنفرانس همه شرکت کنندگان هست با احساس مسئولیتی که همه دوستان دارن، همه همرزمان دارن به نهایتی برسه که تمام خواسته های ملت ها و همچنین آینده این ملت ها برای همگان روشن شده باشد. اعتذر للأخوة الأعزاء عندما نتحدث باللغة الفارسية، لأن هناك بعض الأخوة الموجودين من أبناء شعوب غير الفارسية المحتلة من قبل إيران. نبدأ مؤتمرنا هذا بعد الاستماع للنشيد الوطني الأحوازي. نبدأه بالإجلال والتكريم والانحناء
للأكرم منا جميعا شهداء شعبنا العربي الأحوازي، وشهداء الحرية، وشهداء الشعوب غير الفارسية المحتلة من قبل إيران، وشهداء أمتنا العربية الذي ناضلوا وكافحوا من أجل عزتها وكرامتها واستقلالها. دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الأكرم منا جميعا. شكرا. والآن الكلمة للأستاذ محمود أحمد الأحوازي، نائب رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية وأمين عام جبهة الأحواز الديمقراطية، فليتفضل لإلقاء كلمة المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية. تفضل أجل. شكرا جزيلا رفيق أبو شريف. طبعا بداية أحيي بكل الأخوة الضيوف، الأخوة والأخوات الضيوف المتواجدين الآن في هذه الغرفة، وأتمنى لهم أمسية موفقة إن شاء الله لاتخاذ خطوات وانتقال إلى معرفة أكثر من ما كانت لدينا بالنسبة للبعض، سواء كنا بين التنظيمات الإيرانية، بين الشعوب المتواجدة في إيران المحتلة أراضيها، أو بين الأحوازيين، أو بين الشعوب العربية الأخرى التي تحتل إيران أرضها بشكل مباشر أو غير مباشر. ما يوجد هم غير مباشر، الواقع كلها أصبحت مباشرة، وبكل قباحة النظام الإيراني يدعي ويقول 4 دول 4 شعوب هو محتل أراضيها ومحتل أوطانها وما زال. فإن شاء الله نتمنى أن تكون هذا الاجتماع يكون خطوة أمامية أولى للتحرك إلى الأمام إن شاء الله. فيما يخص كلمة المجلس، الواقع هي أن نحن المجلس تشكل 1917 في الخارج، يريد أن ينتقل بالحركة الأحوازية بالتعاون مع التنظيمات الأحوازية الأخرى، يريد أن ينتقل إلى فضاءات أخرى، فضاءات جديدة مختلفة عن السابق، يريد أن يتحرك إلى الأمام، يريد أن تكون لدينا موجة غضب تجاه النظام الإيراني. وهذا ما حصل فعلا. الآن التنظيمات الأحوازية كلها تتحرك مع بعض في هذا المجال، وكلها احنا نعتبرها، احنا الموجودين في المجلس التنظيمين، الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية وجبهة الأحواز الديمقراطية، لكن احنا نعتبر كل اللي متواجدين على الساحة الأحوازية الآن هم كرفاقنا في المجلس، ولديهم القدرة أن يتخطون الصعاب ويتقدمون إلى الأمام إن شاء الله، وهذا ما نتوقع. مثل ما تفضل الرفيق أبو شريف، مثل ما تفضل أبو شريف السلام عليكم. أهلا أخوي، أهلا أبو رانيا. أبو بشير هذا ما يفتح رفيق أبو بشير، حضرتك على الهواء مباشر أستاذ أبو بشير. أخوي اتصل على أبو شريف، اتصل على الرفاق اللي موجودين هناك أرجو. شكرا. الإدارة تابعوا مع الأخ أستاذ جليل شرهاني للدخول. تفضل أستاذ أبو بشير. شكرا. يوم الشهيد الأحوازي طبعا أيضا لمن لا يعرف ذلك، لا يعرف هذا التاريخ، لا يعرف، الأحوازيين جميعا يعرفونه، لكن لدينا ضيوف هم من الشعوب الغير فارسية، وهم من الضيوف العرب من الأمة العربية، من كل الأقطار اللي موجودين.
أساسا يوم الشهيد الأحوازي بدأ في يوم 20 نيسان 1925. عشرات الشهداء سقطوا يوم الاحتلال، وبعد ذلك استمرت إلى حد أول تنظيم سياسي تحرري تشكل في 1957 58 تشكل في الأحواز داخل، وتم إعدام قياداته طبعا واعتقال الآخرين، وسنين طويلة بقوا بالسجون. وهذا اتفقت التنظيمات الأحوازية على تعيينه أن يكون يوم الشهيد الأحوازي. الآن وإحنا نتحدث هنا يوم الشهيد الأحوازي كيوم الشهيد العراقي وكيوم الشهيد السوري الواقع، لأن الشهداء احنا أساسا الشعار المعروف للشهداء الأكرم منا جميعا في كل مكان، لأن الشهيد الذي يموت ظلما ويستشهد قهرا ويستشهد جوعا ويستشهد تحت التعذيب ويستشهد من أجل وطن، من أجل تحرير وطنه، من أجل تحرير شعبه. فإحنا كل المتواجدين الآن كلهم أساسا موجودين لهذا السبب، التحرير الواقع يحتاج للشهداء. الشهداء يحركون الشارع، الشهداء هم الذين دمائهم هي التي تقوي وترفع من مستوى النضال، وهذا ما نتوقع كلنا اللي متواجدين هنا، سوري كان، عراقي كان، أحوازي كان، أو حتى أبناء الشعوب غير الفارسية. إذن هذا اليوم نعتبره يوم الشهيد من جانبنا احنا في المجلس، نعتبره يوم الشهيد لكل المتواجدين هنا، وإن شاء الله احنا نقدر كل يوم شهيد لكل شعب من شعوبنا أبناء الأمة العربية. نقطة ثانية في هذا المجال حبيت أقدر يعني الحقيقة أقدم التحية الخاصة لكل الحضور المتواجدين الآن. ومثل ما بالمقدمة أنا تكلمت لأحد الرفاق أنه المتواجدين الآن كل واحد منهم يحمل شيء معه، يحمل شيء لشعبه ويحمل شيء لنا نحن، ويحمل شيء للشعوب الغير فارسية في داخل إيران كما الشعوب الغير فارسية، ونحن نحمل شيء بخارج إيران. فلهذا أنا أتمنى أنه الجميع يكونون على استعداد لتسجيل ولو بالحافظة غير المكتوبة، نحتفظ بالنقاط اللي تنطرح حتى نكون قادرين ننقل هذه الأفكار، ننقلها لتجمعاتنا الخاصة بنا، لتنظيماتنا، لرفاقنا، ونبني جسور من خلالها، نبني جسور بيننا وبين الأخوة الآخرين الذين قدموا من مكانات أخرى وانضموا إلى هذا الاجتماع. طبعا هذا الاجتماع أكيد ستأتي من عنده نتائج نظرا لأهميته، نظرا لحضور هذه الشخصيات وهذه القامات اللي موجودة به، سواء كانت أحوازية أو من القوميات غير الفارسية أو من الشعوب العربية الأخرى. ولهذا نحن نقدر هذا الاجتماع ونخصص له وقت كافي بعد الاجتماع، بعد المؤتمر أيضا نخصص له من أجل أن نتابع قضايانا الوطنية وتحرير شعوبنا وأوطاننا من الاحتلال الإيراني، خصوصا وأن حصل تعاون بيننا وبين بيننا نحن الذين نعيش في إيران في ظل الاحتلال المباشر، وبين الشعوب العربية المحتلة اللي هي خارج الحدود الإيرانية أو ما تسمى بإيران الواقع، لأن إيران تشكل القوميات غير الفارسية منها 72% حسب الأرقام الرسمية في إيران. 72% من الأطفال يدخلون للمدارس لا يعرفون اللغة الفارسية إطلاقا. فهذه النقطة هي الضرورة والهدف من هذا الاجتماع الواقع. المكسب هذا كبير جدا،
وإن شاء الله جميعا سنستفيد من عنده. في هذا الاجتماع أيضا إحنا لدينا بعض الآراء المتفقين عليها مسبقا، أساسا فكريا متفقين عليها، وهي النقاط التالية اللي أنا أذكرها إذا تسمحون لي. المجلس الوطني يدين احتلال الأحواز وأوطان الشعوب غير الفارسية. المجلس الوطني احتلالاته في الدول العربية مرفوضة رفضا باتا، وميليشياته ميليشيات إجرامية متواجدة، وعلى المجتمع الدولي أن يسند الشعوب العربية الشقيقة لطرد الميليشيات وتفكيك هذه التجمعات الإجرامية التي تخدم النظام الإيراني فقط. يدين المجلس الوطني السياسة الإرهابية والاغتيالات السياسية للنظام الإيراني وللاحتلال الإيراني في الخارج والداخل. وفي الخارج طبعا بالتأكيد، وأتمنى الرفاق للترجمة أيضا ينقلونها لأبناء الشعوب الغير فارسية. في الخارج قتل كثير من القادة العرب والأكراد والتركمان والآخرين، قتلوا في الخارج. الأكراد أكثر من الشعوب الأخرى أعطوا ضحايا للاغتيالات. طبعا معروف أنه إيران اغتيالاته في الخارج كلش واسعة، وقيل مرة على إحدى التلفازات الإيرانية أنه 524 شخص اللي تم اغتيالهم خلال 43 سنة حكم هؤلاء المجاميع الإرهابية الملالي. رابعا ندين كل أعمال وتحركات ما يسمى بالحرس الثوري في الداخل، وخصوصا اغتيال قادة القوميات في الخارج، وهذا مكرر. وندين تدخلات النظام الإيراني في الجوار العربي وزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد. ندين إصرار إيران وسعيه للوصول لصناعة السلاح النووي والصواريخ الاستراتيجية، ونعرف هذا لا يخدمه في مواجهة إسرائيل كما يدعي، ولا أمريكا، بل يريد هذا حتى يخدمه لمواجهة العالم العربي والأمة العربية، ويريد الانتقام لما أخذ من الدروس اللي في القادسية الثانية، والانتكاسة وكأس السم الذي شربه خميني وانتقل إلى ربه ليجازيه. في النهاية هذا المؤتمر الذي سنعنونه بالآراء والأطروحات والمشاريع السياسية إن شاء الله، وسنغنيه بذلك، وعلينا أن ننتقل بتجاربه التي ننقلها من هذا المجلس إلى فضاءات أوسع لشعوبنا ومناطق تواجدنا، ونتداول كل ما يخدم أهدافنا واستراتيجياتنا، ونعيد التجربة باجتماعات أخرى أكثر عمقا واستخلاصا، وإن شاء الله نعود في اجتماعات أخرى سرية كانت أوعى لتواجه به قواتنا المشتركة، ولو بعد حين النظام الاحتلالي الفارسي القمعي البغيض، خصوصا وأن لدينا قوة الآن، قوة في داخل إيران تتجاوز 70% من إيران، وهو 85% نفوسه، وهم أبناء القوميات غير الفارسية والأحوازيين في الخط الأمامي، وشعبنا وثورتنا هي التي تتحمل مسؤولية جمع هذه القوة بحول الله. إذن نحن ننهي كلمة المجلس هذه الدعوة الأخيرة، وإن شاء الله موفقين، وننقل هذا التوفيق ببشرى لشعوبنا ولرفاقنا الذين ينتظرون نتائج الاجتماع. شكرا جزيلا للجميع. شكرا أستاذ أبو بشير. طبعا اسمحوا لي أن أرحب بكافة الأخوة
قيادات سياسية وقيادات من المنظمات الإنسانية من كافة الدول الشقيقة. اجازه بدین من خوش آمد بگم به تک تک عزیزان رهبران و مسئولین سازمان‌های سیاسی مملکت تحت اشغال ایران و از جناب آقای طارق جاسم اگر ایشون تشریف دارن میخوام که خلاصه از ترجمه سخنان آقای محمود احمد رو به عربی به فارسی ترجمه بفرمایید. خواهش می‌کنم. تفضل. نعم، شكرا جزيلا أستاذ أبو شريف. تحياتي لكم جميعا إخوتي وأخواتي الأعزاء الحاضرين في هذا المؤتمر اللي مخصص ليوم الشهيد الأحوازي. وأنا أستغل الفرصة وأحيي نضالات شعبنا، تحديدا الشهداء الذين سقطوا ليكرموا يوم 13 حزيران باليوم الشهيد الأحوازي. واليوم نحن نحتفل بهذا اليوم. دوستان عزیز، خیلی مقدم عرض میکنم به همه دوستان عزیزی که الان تشریف آوردن، از دوستان فعالان ملت‌های غیر فارس ساکن در جغرافیای موسوم به ایران. صحبت‌های آقای محمود احمد اهوازی از جبهه دموکراتیک اهواز و مجلس شورای ملی نیروهای اهوازی رو شنیدیم. ایشون صحبت‌های خودش رو در 6-7 بند به صورتی خلاصه فرمودند و مهمترین بنود این صحبت‌ها از محکوم نمودن فعالیت‌های دولت ایران و اشغال دولت ایران به سرزمین‌های غیر فارس ساکن در جغرافیای ایران بود. ایشون محکوم کرد این وجود خارجی و این اشغال فارسی و این حکم فارسی از سال 1925 پس از یعنی محکم شدن و استقلال دولت نوین ایران توسط رضا شاه و حکومتش بر ملت‌ها و خلق‌های ساکن در این جغرافیا محکوم نمودند و همچنین در اشاره به این ترورهای سیاسی و قتل‌های زنجیری نسبت به فعالان غیر فارس در درون جغرافیا ایران و خارج از این جغرافیا نیز اشاره نمودند و آقامی هم اشاره کردند 524 نفر فقط از ملت‌های غیر فارس در خارج از ایران کشته شدند توسط گروه‌های ترور و سازمان‌های فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب در سرکوب نمودن گروه‌ها و احزاب کرد، ترک و بقیه احزاب از جمله اهوازی‌ها و اینکه این ترورها پایانی نداره تا زمانی که سازمان‌های ملت‌ها با همدیگه اتحادی داشته باشند و جامعه جهانی رو یعنی ملزم کنند که جمهوری اسلامی رو به صورتی نگه داره. همچنین تحرکات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو نیز محکوم کردن. وجود جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی این رژیم و جنگ پراکسی و جنگ نیابتیش در کشورهای منطقه رو محکوم کردن در بند 4 و همچنین سعی جمهوری اسلامی و این دولت برای رسیدن به سلاح اتمی که میتونه یک نوع قدرت و یک آلت بازدارنده‌ای باشه برای اینکه به یک سیطره و به یک سلطه اقلیمی در منطقه خاورمیانه برای رسیدن به اهداف شوم فارسگرایان خودشون برسه، اینو نیز محکوم کردن و همچنین در پایان در بند اخیر ایشون فرمودن که ما امیدواریم که تمام گروه‌های ملت‌های غیر فارس به سوی رسیدن به یک هدف و یک استراتژی واحد و یک پروگرام و برنامه واحد برای هدف دادن به برنامه‌ها و مبارزات خودشون برسن و یک مؤلفه مشترکی رو از این مبارزات و این فعالیت‌ها داشته باشن که بتونیم در آینده با توجه به این که ما صاحب بیش از 70% از ملت یعنی جمعیت ملت‌های غیر فارس در ایران هستیم، بتونیم با این ملت‌ها و با این قدرت‌ها و با یک برنامه معین و منظم و مدون به یک هدف واحد و آن هم رسیدن به استقلال کشور ملت‌های ما برسیم. تفضل ابو شريف. شكرا جزيلا، سپاسگزارم. الآن ننتقل لكلمات من أبناء الشعوب المحتلة من قبل إيران
لكي يعرف الأشقاء العرب جرائم الدولة الفارسية بحق هذه الشعوب. ونبدأ من أبناء الأحواز. الأخ العزيز نائب الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز أبو مصعب الأحوازي فليلقي الكلمة للجبهة العربية. أستاذ مصعب موجود؟ شكرا جزيلا أخي أبو شريف، وشكرا للحضور، وشكرا لمن سبقونا في الحديث في ما يخص هذه الجلسة وهذا المؤتمر حول يوم الشهيد. حقيقة احنا نعتبر كل الشهداء اللي سقطوا من كل الشعوب سواء كانت عربية أو غير عربية، هو أي الدماء اللي سالت هي من أجل عزة الإنسان وإحقاق الحق وترسيخ الإنسانية على الأرض وفي نفوس الشعوب. لكن احنا نتعامل مع عدو شرس، عدو لا يضع أي اعتبار لا للقوانين الوضعية ولا للقوانين السماوية. فبالتالي هو اليوم يقتل بشعوب المنطقة، ناهيك عن الشعوب اللي هي ضمن ما يسمى بجغرافية إيران اليوم، من كل الشعوب اللي ترزح تحت هذا الاحتلال. هذا يوم عظيم، وهذا اليوم لازم يكلل، وهاي الدماء اللي سالت لازم تكلل بأعمال ترتقي إلى مستوى دماء هؤلاء الكوكبة اللي ضحوا من أجل شعبهم، من أجل كرامة شعوبهم، من أجل كلمة الحق، ومن أجل أن يكونون أحرار وأصحاب سيادة على أرضهم وفي هذا العالم الواسع الكبير اللي كل الشعوب تنعم بالحرية وتنعم بالكرامة. حقيقة إحنا كشعوب غير فارسية، وهاي الشعوب الغير فارسية اللي ترزح تحت الاحتلال الإيراني منذ عشرات السنين، آن الأوان ليكون هناك اتحاد بين هذه الشعوب، واتحاد مبني على قيم وأسس صحيحة للعمل النضالي، ورفض ما يحدث بالداخل من انتفاضة لكل الشعوب الموجودة واللي هي تنزح تحت الاحتلال. حقيقة احنا لحد الآن كشعوب أو كقيادات لحد الآن لم نرتقي للمستوى الذي ينسجم مع ما يحدث في الشارع. ما يحدث اليوم في الشارع، شارع القوميات الغير فارسية، عمل عظيم وعمل جبار، وهذا العمل العظيم بحاجة إلى وحدة الكلمة ووحدة الموقف، ويجب أن يكون هناك تلاحم بين هذه القيادات، وهذا التلاحم لابد أن يكون حقيقي وعلى أرض الواقع، ولابد أن يكون بعيد عن الشعارات، لأن الوضع كما ترون وضع خطر. شعوبنا تتعرض إلى إبادة، المناضلين المثقفين من النساء والرجال يتعرضون إلى قتل وإبادة وسجون واضطهاد. ترون أنه المجتمع الدولي لحد الآن لم يرتقي إلى معاناة شعوبنا. المجتمع الدولي لحد الآن لم نرى هناك موقف يدعم قضايانا كشعوب. يعني الأحداث اللي قاعدة تصير في عموم إيران أو في عموم ما يسمى جغرافية إيران أحداث دموية يرتكبها النظام الإيراني بحق هاي الشعوب، اللي داعي ضمن الدساتير اللي هي موضوعة ضمن دساتير الأمم المتحدة من حق الشعوب أن تناضل، من حق الشعوب أن تطالب بحقوقها، من حق الشعوب أن تقرر مصيرها. لكن لحد الآن لم نرى هناك موقف، وهذا الموقف هو دليل على ضعفنا. لو كان هناك وحدة كلمة وكانت هناك قوة مشتركة من قبل القوميات الموجودة واللي هي تنعم بحرية مطلقة في كافة الدول الأوروبية، هناك حق مشروع لك أن تدعي بحقوق شعبك، هناك حق مشروع لك أن تخرج أمام الرأي العام وتبدي رأيك وتشرح مظالم شعبك وتشرح الاضطهاد اللي يتعرض له شعبك. لكن لحد الآن احنا كشعوب
حقيقة لم نرتقي للمستوى المطلوب الذي ينسجم مع ما يحدث على الأرض، واللي اليوم الثورة في عموم ما يسمى جغرافيا إيران تضع القوميات أمام واجباتهم الأخلاقية والإنسانية والنضالية والتاريخية. فبالتالي لابد أن يكون هناك موقف موحد يطرق جميع الأبواب اللي بإمكانها أن تفعل شيء لهذه الشعوب. هناك دول صاحبة قرار، فبإمكان التحرك على هذه الدول، تفعيل قضايانا بشكل بحيث يتعامل مع المجتمع الدولي بشكل جدي. لحد الآن إخوان حقيقة، وأنا أتكلم مع كل الموجودين هنا، نحن كشعوب وكقيادات لم نرتقي إلى مستوى شارعنا. وأما ما يحدث بالوطن العربي، فالوطن العربي اليوم أصبح جريح، ابتداء من قضيتنا المركزية فلسطين، ابتداء من العراق، من اليمن، من ليبيا، من سوريا، من لبنان، التقلقل الإيراني والمشروع المشترك الصهيوني الفارسي. هذا أصبح اليوم خنجر في خاصرة الأمة وتبادل الأدوار. وهذا اللي قاعد يحدث من سكوت، من تغطية لجرائم النظام الإيراني في كل الدول العربية. هذا السكوت مو سكوت عفوي، وإنما سكوت مقصود. تشوفون أنه إيران كيف عبثت بالأمن القومي للأمة العربية، واليوم هي تتحرك باتجاه دول ذات سيادة ومستقرة، تتحرك باتجاه الأردن الشقيق، وتتحرك باتجاه مصر الشقيقة، وناهيك عن ما موجود عندها من خلايا في داخل دول الخليج. فنتمنى أنه الأخوة العرب، أخوتنا العرب اللي وضعهم الأمن مستقر، واللي دول تحكمها أنظمة عربية لحد الآن، هاي الأنظمة إيران ما إلها يد، أن يكون لهم موقف. لأن إيران اليوم في أضعف حالاتها، اليوم عليها نقمة الشارع، الوضع الاقتصادي، الحصار، المجتمع الدولي، المعنويات المنهارة ضمن أركان النظام. النظام حاليا في حالة من الهلع. فنتمنى أنه هاي المواقف كلها توضع أمام أصحاب القرار، ويجب التعامل معها بشكل جدي، ودعم هاي الشعوب اللي هي الشعوب الغير فارسية اللي ضمن ما يسمى بجغرافية إيران، ودعم الحراك في كل البلدان العربية اللي هي أيضا تحت سيطرة إيران، قسم منها جزئيا وقسم منها كليا. فأنا ما أطيل الحديث، وأشكر حضراتكم وأشكر الضيوف وأشكر الأخوة الحضور. شكرا جزيلا. شكرا للأخ العزيز أبو مصعب نائب الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز على كلمته ومقترحاته وآرائه. شكرا لكم أستاذ أبو مصعب، وشكرا للوفد الحاضر مع سعادتك. دكتور أبو خالد، يا ريت تترجم لنا باختصار كلمة الأستاذ أبو مصعب للأخوة الشعوب غير الفارسي. تفضل. باللغة الفارسية تحياتي بشري، أو باللغة الفارسية حد ما أحد يطلب من عندنا لغة إنجليزية. تفضل باللغة الفارسية. إن شاء الله. تحية مجددا، السلام وعرض أدب دارم خدمته تمامية رهبران بملل غير فارس. أغاية كمال أبو مصعب الأحوازي نائب أمين العام، دبیر دوم جبهه عربی آزادی بخش احواز. ما به دوستان گفتیم فارسی صحبت بکنن، ترجمه بکنن، نصف صحبتاشون عربی. بله تقریبا سلام و عرض ادب داد خدمت تمامی حاضرین و تشکر کرد از برگزار کنندگان این کنفرانس آنلاین بابت روز شهید که در احواز و همانا برای دیگر ملل غیر فارس و دیگر کشورهای منطقه‌ای که از رژیم اشغالگر ایران رنج میبرند. تمامی خونهایی که بر روی زمین افتاده از تمامی شهدای خودمون و دیگر شهدا
فقط این یک مسیجی بود یا یک پیامی بود که هیچ وقت مبارزین و از ملل غیر فارس دست از یعنی جنگ یا دست از برای عزت و سربلندی کشورها خودشون حرکت کردن و ما با یک دشمنی که هیچ التزامی و هیچ برخوردی یا هیچ التزام که ما میگیم یعنی پایبند نیست، نه به قوانین آسمان یا سماوی و نه قوانین وضعی و پایداری. و اخیراً گفت که وحدت ملل غیر فارس و وحدت تمامی احزاب و جبهه‌های الاهوازی یک ضرورت خیلی مهمی هستش برای اینکه ایران و نظام اشغالگر فارس در بدترین شرایطی الان به سر میبره، بدتر از انقلاب ملل غیر فارس که در سال 1979 یا 1358 که اتفاق افتاد. وضعیت ایران بدتر از اون هست در این شرایط و وحدت و یگانگی تمامی جبهه ها و به خصوص ملل غیر فارس میتونه این فرصت رو مغتنم بشماره برای رهایی و پس گرفتن تمامی حقوقمون که توسط رژیم آخوندی و رژیم پهلوی از دست ما گرفته شده. تفضل رفیق میشه. عذرا. شكرا استاذ ابو خالد. طبعا كما اسلفت اشقائي واخوتي الحاضرين، طبعا نحن نريد ان نستمع لابناء الشعوب غير الفارسيه المحتله من قبل ايران، ومن ثم يعني نعطي الكلمات لاخواننا وقيادات والزعامات العربيه الموجوده معنا، وهم طبعا من موريتانيا غربا في الوطن العربي حتى العراق الشقيق ولبنان وسوريا شرقا. الآن الكلمة للأستاذ صالح الدروم رئيس حزب استقلال أذربيجان الجنوبية المحتلة من قبل إيران والمتحدث الرسمي باسم جبهة الشعوب غير الفارسية، إذا كان معنا فليتفضل. جناب آقای صالح الدروم. با سلام. بفرمایید. خواهش با می‌کنم ضمن معرفی خودتون خواهش می‌کنم جناب آقای صالح. تشکر میکنم. صدا هست رفیق؟ بله رفیق صدا هست. با سلام خدمت همرزمان گرامی و شرکت کنندگان و محترم رهبران احزاب و سازمان ها و تشکر از جبهه ببخشید مجلس وطنی اهواز که ما را دعوت کردن. ابتداً از طرف جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت بنده صالح الدروم هم امروز از طرف جبهه ملل افتخار دارم که در این جلسه شرکت بکنم. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ایران که از سال 2005 فعالیت دارد و هم به عنوان سخنگوی حزب استقلال آذربایجان جنوبی. ابتداً از شرکت کنندگان و شنوندگان مخصوصاً ملل تحت اشغال که اسیر سیاست‌های پارسازی شدند و به خاطر اینکه به فارسی صحبت می‌کنم عذرخواهی می‌کنم، چون برای اینکه دوستان دیگر هم به عربی هم به فارسی ترجمه نکنند سعی کردم که به فارسی بیان بکنم، با اینکه این در واقع همون زنجیری است که ما را حلق‌آویز کرده و هر روز ما را نابودتر می‌کنه. امروز طبیعتاً روز شهدای اهواز هست. ما ابتداً به روح شهدای همرزم در اهواز درود می‌فرستیم و اعلام می‌کنیم که راهتون ادامه دارد. ما با تمام توان در جبهه ملل
و در صحنه مبارزاتی راه شما را ادامه و از حقوق شما مدافع خواهیم کرد. طبیعتاً وقتی از شهدای اهواز صحبت میکنیم عاملینی هست که اینها رو به شهدا رساندن و اون هم رژیم اشغالگر ایران هست، دولت اشغالگر ایران هست. این شاید مثلا نه رژیم صرفاً با عوض شدن رژیم حل بشه، این با دفع اشغال قابل حل هست. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت معتقد است با توجه به تجربه 3 سال گذشته که تنها راه رهایی از تاوان، از این همه شهید، از این همه شکنجه، این همه بدبختی، این همه فلاکت و چپاول، تنها راه نجات دفع اشغال هست که این صرفاً با دفع اشغال ما میتونیم در واقع با اعلام دولت‌های مستقل خود رفاه و آرامش و آسایش را به ملت خود، به ملل خود تامین بکنیم. این هستش که جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت در تمامی صحنه‌های مبارزاتی و فعالیت‌هاش بر اساس همین است، یعنی حق تعیین سرنوشت که همان استقلال ملل هست، مبارزات خود را ادامه داده و برای رسیدن به آن از هر تلاشی کوتاهی نکرده است. ابتداً اوضاع رژیم را خدمت رفقا به شکل کوتاه عرض بکنم که اوضاع رژیم همگی مطلع هستید که در واقع رو به شکست است. اوضاع بحرانی اقتصادی و نارضایتی‌های مردمی، خصوصاً اعتراضات ملی، گریبانگیر رژیم اشغالگر ایران شده و هم رژیم و هم اپوزیسیون ورشکسته، یعنی ما میگیم پانیرانیست ها و یا مرکزگرایان غالب و مغلوب، حالا چه رژیم جمهوری اسلامی و یا در واقع مغضوبین آن مانند پهلوی که خب پهلوی ها یعنی سلطنت طلب ها و یا مجاهدین و امثال اینها که در واقع ورشکسته شدن. غالب و مغلوب یعنی مرکزگرایان غالب و مغلوب عامل این بدبختی ها بوده، عامل تمامی این فجایع بوده و در تکاپو هستند، به دست و پا افتادن که به نوعی در واقع از این اعتراضاتی که در اهواز در دیگر نقاط این به اصطلاح ایران اشغالگر در جریان هست سوء استفاده بکنن. ما به عنوان جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت با قاطعیت اعلام میکنیم که هیچ دولتی به نام دولت مرکزی، به نام رژیم ایران و به هیچ وجه تحت هیچ نامی نمیپذیرد و تنها آلترناتیو رژیم اشغالگر از نظر جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت استقلال ملل هست و در واقع رسیدن ملل به حقوق ملی خود هست و تا زمانی که این ملل به حقوق خود نرسیدن ما به مبارزه با هر سیستمی که بر ما تحمیل بشه ادامه خواهیم داد. این پایان خط رژیم اشغالگر هست و دیگر برای اشغال ما به عنوان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران اجازه نخواهیم داد. اخیراً همه شاهد بودید که بعد از تظاهرات در اهواز و فاجعه عبادان که در واقع تمامی سردمداران رژیم اشغالگر از بدو اشغال یعنی از زمان رضا شاه گرفته تا به امروز مسئول این بدبختی ها هستند، توفاله های آنها سعی کردن که مبارزات ملت عرب اهواز رو مصادره بکنن و همچنین به مبارزات دیگر ملل رو استفاده بکنن، مصادره بکنن. ما با هوشیاری باید
در واقع به این عناصر پاسخ داده و به مجامع بین المللی برسانیم که هیچ دولت مرکزی را به هیچ عنوان نمیپذیریم و تنها نمایندگان این ملل هستند که میتوانند به عنوان مرجع در واقع پاسخگو و یا مسئول شناخته بشن. ما در نهایت سخن کوتاه بکنم از طرف جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت بارها که اعلام کرده است به نمایندگی از جبهه ملل و به نمایندگی از حزب استقلال آذربایجان جنوبی برای ضمانت پیروزی ملل تحت اشغال و ممانعت از مصادره مبارزات این ملل توسط عناصر مرکزگرا، پانیرانیست و فاشیست حال چه غالب و مغلوب تمامی احزاب، سازمان ها و ملل منسوب به ملل غیر فارس و ملل غیر فارس تحت اشغال ایران رو به اتحاد و هماهنگی مبارزاتی دعوت میکنم و خاطر نشان میکنم که در این شرایط حساس که اتحاد ما ضروری است، مرکزگرایان برای برهم زدن این اتحاد از انواع شیوه ها استفاده خواهند کرد و لازم است با هوشیاری و مبارزات تنگاتنگ بر علیه رژیم اشغالگر اشغال را دفع کرده و تمامی ملل برای اداره خود در واقع دولت خود را تشکیل دهند. من هم از طرف حزب استقلال آذربایجان جنوبی و هم از طرف جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت از اینکه ما را شنیدید و ما را دعوت کردید تشکر میکنم. امیدوارم که به زودی با اتحاد و هماهنگی همدیگر رژیم اشغالگر رو از سرزمین‌های ملل غیر فارس تحت اشغال ایران بیرون کرده و دولت‌های ملی مستقل خود را اعلام کنیم. بفرمایید. سؤال. طبعا المتحدث كان الأستاذ صالح الدروم، تحدث بالنيابة عن حزب استقلال أذربيجان الجنوبية كرئيس حزب وناطق باسم الحزب، وأيضا عن جبهة الشعوب غير الفارسية اللي هي تتشكل من عدد من التنظيمات الغير فارسية المحتلة من قبل إيران. أكد على وحدة الشعوب في مواجهة الاحتلال الإيراني المحتل من قبل إيران، وأكد على أنه لا نسمح لأي جهة فارسية أن تصادر حقوق الشعوب وتضحيات الشعوب ودماء الشعوب وثورة الشعوب في الداخل، وأكد لا حل للحرية ووصول هذه الشعوب لكرامتها وإنسانيتها إلا بالاستقلال من الاحتلال الفارسي. وبدأ حديثه أيضا بأن كل الدماء اللي سالت من الشعب الأحواز والشعوب الأخرى هي أساسا لم تصل، لم يكن هناك احتلال، والاحتلال هو سبب نحن هنا موجودين بمناسبة يوم الشهيد الأحوازي. أكد على ضرورة الوحدة ودعا باسم جبهة الشعوب غير الفارسية كل الفصائل والقيادات والتنظيمات التابعة للشعوب غير الفارسية بالالتحاق بجبهة الشعوب غير الفارسية، وهي تأسست كما ذكر عام 2005 ولا زالت موجودة. شكرا جزيلا أستاذ صالح الدروم. طبعا دوستان من از همرزمان عربمون از کشورهای عربی خواستم که اول به فرزندان ملل تحت اشغال ایران گوش بدن، صداشون رو بشنون بدونن که اونجا چی میگذره. بعد ما میکروفون رو میدیم به برادران عربمون از کشورهای عربی که از موریتانی حاضر هستن، مغرب، جزایر، مصر و همچنین بحرین، سوریه، عراق، لبنان و کشورهای مختلف عربی در این کنفرانس همینک حضور دارند و از سازمان ها و پارلمانیست ها و همچنین مؤسسات مختلف کشورهای عربی. از اینکه حضور دارین مجددا همه عزیزان و همرزمان متشکرم. طبعا مجددا أنا أعتذر للأخوة والأشقاء العرب عن الهدف أن نسمع أول ماذا يجري داخل جغرافية إيران السياسية،
وحتى يكون الأخوة أيضا ملمين في يعني آرائهم وأفكارهم فيما يتعلق في داخل جغرافية إيران السياسية. الآن کلمه رو میدیم سخنرانی رو میدیم جناب آقای جمال پور کریم از کردستان اشغالی توسط ایران. ایشون ریاست محترم همپیمانی استقلال طلبان كردستان. الكلمة الآن بالأستاذ جمال بور كريم من كردستان المحتلة من قبل إيران، وهو رئيس الائتلاف بين المطالبين للاستقلال كردستان، وهي مجموعة من الفصائل الكردية، وهو يتحدث باسمهم مشكورا. أستاذ كريم بفرمایید خواهش میکنم. سلام و درود به همه شما همرزمان گرامی و با سپاس از جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز و خصوصا جناب رفیق همرزم جناب صلاح ابوشریف. امروز اینجا دور هم جمع شدیم تا به عنوان ملل غیر فارس در کنار یکدیگه به عنوان همدرد و همرزم یاد و خاطره روز شهید الاهوازی را گرامی بداریم و مبارزه ملی خواهانه ملل غیر فارس را ارج بنهیم. دور هم گرد آمده ایم نه برای عزا و ماتم، برای ادامه راه شهدایی که جانشان را در مسیر استقلال و آزادی ملتشان قربانی دادند و چشم انتظار آنند که ما راه ناتمام شده آنان را به سرانجام و مقصد برسانیم. رهبران شهید پیشوا قاضی محمد، اسماعیل آقای سمکو، محمد جعفر پیشوری، شیخ خزعل، عثمان آخوند پاشا، میرزا کوچ خان جنگلی، دوست محمد خان و بسیاری دیگر رمز و نماد ملی و مبارزاتی ما ملل غیر فارس هستند و همگی آزادی خواهان این ملل در واقع ادامه دهنده راه این رهبران شهیدشان. گاهی رخدادی تلخ و گاهی رویدادی شیرین به رمز و سنبل و نمادهای یک ملت بدل می شوند که مردمان این ملت را به هم پیوند می دهند. در بین ما ملل غیر فارس که خاک و سرزمینمان از سوی استعمارگر ایرانی اشغال شده، روزهای بیشماری هستند که به تاریخ پر افتخار این ملل بدل شده‌اند. تاریخ پر افتخار هر کدام از ملل غیر فارس گویای این واقعیت است که انسان‌های آزاده و آزادی خواهی که پر ارزشترین سرمایه زندگی را که جانشان بود فدای آزادی و رهایی خاک و میهن و ملتشان کردند و این است راز ماندگاری هویت ملی این ملل. رژیم‌های اشغالگر خاک و سرزمین ملل غیر فارس، رژیم‌هایی که خاک و سرزمین ملل غیر فارس رو اشغال کردند، از شاهنشاهی و سلطنت طلبشان گرفت تا به امروز جمهوری اسلامی، نه تنها با مردمان این سرزمین بلکه با خاک و آب و طبیعت و جغرافیای این ملل نیز دشمنی داشته و دارند و در جهت نابودی این ملل از هیچ جنایتی فروگذاری نکردند. در میان ملل غیر فارس اعم از کرد، بلوچ، عرب الاهوازی، ترک آذربایجانی، کاسپیان، ترکمن و غیره میتوان روزهای بیشماری را از اعدام و ترور، از زندان و شکنجه تا قتل عام و ژنوساید و آسیمیلاسیون مردمان این ملل به دست اشغالگران ایرانی برشمرد که همگی یادآور رنج و درد مشترک ما بین ما ملل غیر فارس است. ما از این همه بیدادی و ظلم و ستمی که به مللمان روا داشته شده هم در گذشته نشان داده ایم و همکنون نیز از دروس گذشته من آموخته ایم که در برابر سلاح‌های کشت و کشتارشان نه تنها از خواست بر حق ملی من کوتاه نخواهیم آمد، بلکه مصرانه تر
آزادی و استقلال ملت‌های من را فریاد میزنیم و در این راه تا حد شهادت پیش میرویم. هرچند ما عاشق زیستن و درست زندگی کردن هستیم، نه عاشق و تشنه شربت شهادت، اما برای نیل به آزادی در برابر اشغالگر جان میدهیم، اما سر تسلیم فرود نمی آوریم. روز 13 ژوئن 59 سال پیش 3 تن از رهبران الاهوازی به نامهای شهید محی‌الدین آل ناصر، شهید عیسی المدخور و شهید دهراب آل ناصر توسط اشغالگران ایرانی اعدام شدند و ملت الاهواز جهت گرامی داشتی یاد و خاطره و مبارزات این شهیدان این روز را به نام روز شهیدان الاهواز نامگذاری کرده است. در این روز ضمن گرامی داشتی یاد و خاطره تمامی شهدای راه آزادی ملل غیر فارس و تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های راستین این شهدا، بار دیگر تأکید می‌کنیم که راه رهایی و آزادی ملل غیر فارس از یوغ استبداد، استعمار و اشغالگری ایرانی در گروه اتحاد و همبستگی ما ملل غیر فارس است. راه همه شهدای راه آزادی ملل غیر فارس پر رهرو و یاد و نامشان گرامی باد. با سپاس. از او سپاس جناب همرزم گرامی رفیق جمال پورکریم. كل الشكر والتقدير للأستاذ جمال بوركريم رئيس اتحاد المطالبين باستقلال كردستان ومجموعة مهمة من الأحزاب الكردية المحتلة من قبل إيران. جناب آقای طارق جاسم خواهشاً سخنان جناب همرزم گرامی جمال پورکریم رو ترجمه فرمایید. خلاصه بکنید خواهش. نعم شكرا جزيلا. خیلی ممنونم جناب آقای پورکریم. تحدث السيد الأستاذ جمال بوركريم وهو رئيس الائتلاف المطالبين باستقلال كردستان المحتلة من قبل إيران، وقال نقاط مهمة فيما يتعلق بهذا اليوم اللي هو يسمى يوم الشهيد الأحوازي، وأشار إلى أنه تجمعنا اليوم نحن كشعوب غير الفارسية المطالبين بالاستقلال في الوقت الذي نحيي هذا اليوم، أو بل نحيي هذا اليوم، نحتفل أيضا بالتضحيات والنضالات التي جمعتنا اليوم منذ السيد سيمينكو وغازي محمد وبيشافري ودوس محمد خان والأمير خزعل، هؤلاء الشخصيات الوطنية عند الشعوب غير الفارسية. وقال أن كل الأحرار الذين ذهبوا ضحية لأهدافهم الأبية من بين شعوبنا نحن الشعوب غير الفارسية كلها كانت هي هدفها وجل نضالاتها أن يدافعوا من استقلالية الأراضي ومن استقلالية هذه الشعوب عن النظام الفارسي اللي بدأ يحارب ويعادي حتى الطبيعة وحتى البيئة، ليس فقط الإنسان غير الفارسي في هذه الجغرافيا. وأن التاريخ اليوم هو يقول يحكي واقعية وحقيقة نضالاتنا ومطالباتنا، أن اليوم نحن لا نريد أن نستشهد، ولكن في سبيل وصولنا إلى الحرية وإلى استقلالنا عن وإلى وصولنا الاستقلال نحن نطمح لهذه المسألة وهي الشهادة. والحل الوحيد والطريقة الوحيدة لخروجنا من هذا الجوع وهذا الظلم وهذا الاستبداد هو الوصول إلى الاستقلال الذي هو أكد عليه مرارا وتكرارا، وقال أن كل الشعوب فيما يسمى في جغرافيا إيران هي بها وبتاريخها أيام مريرة من الجينوسايد اللي هو القتل الجماعي والاغتيالات وما إلى ذلك. واليوم ونحن نؤكد أن هذه الدروس هي أصبحت أيقونة لنا كشعوب غير الفارسية أن نستمد قوتنا وننطلق منها، حيث مبدأنا هو الوصول إلى الاستقلال. وأكد في الختام أن 13 حزيران عام 1964 عندما ذهبوا شهداء الأحواز الثلاثة الذين سماهم هم أيقونة النضال الأحوازي، وهذه تعتبر
يعني علامة فخر ونصر للشعب الأحوازي الذي سمى هذا اليوم بهم. وبالأخير طالب الجميع بالوحدة، بوحدة الكلمة ووحدة الاستراتيجية، والهدف هو وصول إلى استغلال من الجوع والاستبداد والاحتلال يعني، والمجد والخلود للشهداء كما قالها بالأخير. يعطيك العافية أستاذ طارق جاسم. شكرا جزيلا أستاذ جمال. الآن الكلمة لأبناء شعب بلوشستان المحتلة، الدكتور عبد الله البلوشي من حركة حرية بلوشستان. Our brother عبد الله بلوش. يمكن هنا بشير. رفيق بشير صوتك بالغرفة أستاذ بشير. Our friend Abdullah Baluch. امرزم گرامی جناب آقای عبدالغفور ستاش از فرزندان ملت ترکمنستان جنوبی. جناب آقای عبدالغفور. امرزم گرامی جناب آقای عبدالغفور. رفیق عبدالغفور تشریف دارن؟ طبعا نحن يمكن الآن ننتقل لكلمات أخرى بس حتى نعطي الأخوة حقهم، البلوش أيضا والتركمان. ندعو طبعا الأستاذ بهمن بلوچ من حزب تفاكي بلوچستان. السلام عليكم همرزم گرامی بهمن جان، خواهش میکنم بفرمایید. من ابناء الشعب البلوشي المحتل من قبل ایران. تفضل دکتر. سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و گرامی. می‌داریم یاد شهدای اهواز و محکوم میکنیم جنایت رژیم فاشیستی ایران و امیدواریم از همه این مسائلی که برای ملت عرب اهواز و ملت های دیگر پیش آمده همه ما شما درس هایی بگیریم که در این بره از زمان بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم. اون جنایت هایی که در سال روزی که دوستان مجمع رو گرفتن برای محکومیت اون، جنایت های بسیار چی بوده، بازی بسیار کردن اینها. حتی اینها درباره ملت عرب اینطور گفته بودن که اینها چند هزار عرب هستن، همه اینها رو داخل دریا میریزیم ما. یعنی نگاهی که اینها دارن واقعا نگاه ضد بشری، ضد انسانی و فاشیستی هست و جز خودشون هیچ کسو انسان و شهروند حساب نمیکنه. و اینها در طول سالهایی که بر سرزمین‌های ما حکومت کردند این چیزو به اثبات رسوند. حالا در این بره از زمان وقتش هست که ما همه ملت‌های تحت استعمار، ما الان تحت استعمار هستیم، هم تحت ستم هستیم، هم در بند هستیم و هم تحت استعمار هستیم. سرزمین‌های ما به صورت یک مستعمره اداره میشه. ما در بلوچستان خودمون واقعا استعمار رو به چشمان سر میبینیم و احساس میکنیم، لمس میکنیم. اون چیزی که بریتانیا در هندوستان کرده بود یا در کشورهای آفریقایی کرده بود، به عینه اون چیزا هم در بلوچستان قابل مشاهده هست، هم در اهواز قابل مشاهده است، هم در جاهای دیگر. و الان هدف همه ملت‌های تحت استعمار باید رهایی باشه، باید آزادی باشه. اگر ما به این باور برسیم که در زیر حکومت اینها ما میتوانیم به حقوق خود برسیم، این بزرگترین اشتباهی هست که ممکن هست که ما مرتکب اون بشیم. حق دادنی نیست، حق گرفتنی هست. همه ملت هایی که به آزادی رسیدن قربانی دادن، جانفشانی کردن. الجزایر اگر به آزادی رسید میلیون ها نفر شاید اونجا به شهادت رسیدن، خون ها داده شد و بسیار تلاش ها صورت گرفت. به همین شکل ملت های تحت استعمار ایران نیز برای اینکه به حقوق خودشون برسند لازم هست که برای هر کاری، برای هر چیز آماده باشند. همه
فعالیت ها باید در راستای این صورت بگیره و یک نکته این هست که در سال 57 متاسفانه یعنی ملت ها، همه ملت ها به اون سطح بیداری نرسیده بودن. کارهایی شد، ملت عرب بلند شدن، ملت کرد بلند شدن، ولی در بلوچستان ما عموما همچین یعنی سازماندهی کلانی هم نبود که ما هم بلند بشیم و برای حق ملت خود دفاع بکنیم، بجنگیم. و میخواستن بیشتر کسایی که در سطح بودن در روزنامه میخواستن از طریق سیاسی مسئله حل بکنن که صدای اونها رو هم اونجا در نطفه خفه کردن. حالا وقتش هست که همه ملت ها، هر یک از ملت ها قدرتمند بشه با هر وسیله‌ای که در ممکن هست، با هر وسیله‌ای که ممکن هست هر یک از ملت ها خودشون رو قدرتمند بکنن، مبارزات ملی رو در سرزمین‌های خودشون سازماندهی بکنن، مردم رو بر یک هدف بیارن، ملت‌های خودشونو، و در هنگام نیاز هر یک از ما در کنار دیگری قرار بگیره. لازم بود بلوچستان افرادی واقعا برای کمک کردستان برن، برای کمک عربستان برن، یا از اونجاها افرادی بیا اینجا بیان. اگر همچین چیزی، و این نیازمند این هست که الان سیاسیون ملت‌های تحت استعمار الان به یک نتایجی برسند، چون که نظام فاشیستی از الان در دنبال دوباره تداوم چی خودشون هست، استبداد خودشون هست. یک شخصی به نام بابک مینا که از تئوروپرتازان اینها هست، این یک توییت زده بود که برای 10 سال از این انتخابات بازی‌هایی مانند افغانستان و عراق از اینها باید دوری بکنیم، قدرتی بیاد که اقتصاد رو درست بکنه، امنیت رو درست بکنه، فلان رو درست بکنه. این یعنی چی؟ یعنی این که دوباره یک نظام خودکامه فاشیستی دوباره باید بر ایران سر حکم بیاد تا اینکه اذهان اینها آرام بگیره. پس وقتی دشمن تا این اندازه داره تئوری پردازی میکنه، داره کار میکنه، داره شستشوی اذهان مردم میکنه، ما باید، چون که ما بر حق هستیم، ما حق خودمون از دست دادیم، ما باید بیشتر تلاش کنیم، بیشتر فعالیت داشته باشیم، کار بیشتر بکنیم و در راستای قدرتمند کردن خودمون باید فعالیت بیشتری داشته باشیم. و امید هست که در این دوره بتونیم همه ما و شما در کنار یکدیگر استبداد و استعمار رو بشکنیم و به اون چیزی که حقمون هست، به آزادی، کمترین حق خودمون برسیم. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. ابو شريف المايك مسكر عندك. رفيق ابو شريف موجود؟ المايك مسكر عندك. آسف أنا كنت أتكلم عن المفتوح. با تشکر مجدد از همرزم گرامی جناب بهمن بلوچ از حزب راجی بلوچستان راجی تپاکی. دکتر فیصل خواهشاً خلاصه بکنید ترجمه صحبت‌های همرزمان. بفرمایید خواهش می‌کنم. شكرا رفيق ابو شريف، تحيه لكم مجددا. السيد بهمن بلوچ هو من حزب راجي تباكي البلوشي من بلوچستان المحتله ايرانيا. ترحم على شهداء الاحواز وقال انه الاحتلال الفارسي الايراني لا يعير اي اهتمام لاي حق من حقوق ابناء الشعوب غير الفارسيه، ضاربا بعرض حائط كل شرائح السماويه. وللأسف كل سياسات الاحتلال نرى أنه الاستعمار موجود على أراضينا كما نرى في الأحواز. وأيضا قال أنه الحق يؤخذ ولا يعطى، علينا أن كشعوب غير فارسية أن نناضل ونكافح من أجل كل شعوبنا، نكافح من أجل حرية أوطاننا ونحطم المستبدين والمستعمرين من على أراضينا ونسترجع كافة حقوقنا المسلوبة. تفضل رفيق ابو شريف. شكرا لحضرتك. Our friend Dr. Shah Sawar, leadership of the Balochistan Ojoi movement, is in conference. الآن ننتقل طبعا للأشقاء العرب. وبعد تحية للجميع، استمعنا طبعا لممثلين عن تنظيمات أذربيجانية وكردية وبلوشية، وأيضا الأخوة التركمان، وأيضا أحزاب أخرى لا زالت موجودة معنا. ولكن ننتقل الآن لأن بعض الأخوة لديهم طبعا بعض الواجبات والالتزامات من الأشقاء العرب،
وبعضهم من الشرق من الدول العربية، والوقت متأخر عندهم كثيرا. اسمحوا لنا أن نبدأ وبعجالة. طبعا اللي بدي أتحدث باللغة الإنجليزية كي أيضا الأخوة أبناء الشعوب غير الفارسية يعني يستمعون لمواقف أشقائنا العرب من الاحتلال الإيراني لشعوبهم ولدولهم، وأيضا ما يعني هو مطلوب من الأطراف، لأن كل إحنا في سفينة واحدة بالمرحلة الراهنة. يمكن أن يتحدثوا باللغة الإنجليزية الأخوة العرب، وهناك مترجمين للغة الإنجليزية للعربية وللفارسية. الآن ننتقل لأحد الأخوة وهو الدكتور فيصل فولاد، عضو مجلس الشورى البحريني سابقا والمنسق العام لرابطة برلمانيون لأجل الأحواز. فليتفضل مشكورا من البحرين، مملكة البحرين الشقيق. دكتور موجود؟ دكتور فيصل؟ نشوفه رافع ايده ابو شريف. يا ريت تفتحوا له الميكروفون لأنه هو عنده مستشفى مستعجل عليه. تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، مساك الله بالخير وشرفتنا بحضورك. تفضل رجل. مساك الله بالنور، مساك الله بالنور وسلامي للجميع حقيقة. اهلا وسهلا. في البداية باسم رابطة برلمانيون لأجل الأحواز، هذه الرابطة التي تأسست في المؤتمر الأول في بروكسل وثم المؤتمر التكميلي الثاني في دولة الكويت، وشارك فيها عدد من البرلمانيين دول العالم. نحيي عاليا يوم الشهيد الأحوازي الذي أقر تخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الأحواز. إن يوم الشهيد المصادر في تاريخ 13 من شهر حزيران يونيو من كل عام هو اليوم الذي خلده تاريخ المجد في الأحواز، والذي وافق باستشهاد الرفاق الثلاثة ومن ضمنهم الشهيد القائد الشيخ محي الدين آل ناصر. اخوتي الاعزاء واخواتي الاعزاء، نستذكر شهداء الثوره الاحوازيه والنضال الوطني الاحوازي في كافه مراحلها ومن كافه فصائلها الوطنيه. نستذكر الشهداء في سجون الاحتلال الايراني، سواء من استشهد بالاعدامات الجائره او من تحت التعذيب او برصاص المحتل في الانتفاضات الشعبيه الاحوازيه الباسله. إن في هذا اليوم، يوم الشهيد، يتم الوقوف تحية إجلال وإكبار على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مواجهة الاحتلال الإيراني. إن في هذا الذكرى الخالدة نستذكر شهداء الأرقام الذين ما زال الاحتلال الإيراني يحتجز جثامينهم من خلال دفنهم في مقابر سرية وجماعية. ترمز ذكرى يوم الشهيد إلى قضية الأحواز العربية التي استقطبت مشاعر الأمة العربية والدول كلها، وروت أرضها دماء الشهداء الأحواز الذين استشهدوا تحت الراية الأحوازية وخلف الثوابت الوطنية وقرارات الإجماع الوطني الأحوازي من أجل نيل الحرية والاستقلال من الاحتلال الإيراني وإقامة دولة الأحواز الحرة. أخواتي وأخواني الأعزاء، إن رابطة برلمانيون لأجل الأحواز هي رديف مساعد للعمل السياسي والدبلوماسي لدعم شرعية حق تقرير المصير واستقلال الشعب الأحوازي من الاحتلال الإيراني، وكذلك من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأحواز والمطالبة بحماية واحترام حقوق الأحوازيين وفق للمعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان. كذلك رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل النظام الإيراني بحق الأحوازيين، وكذلك مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الانتهاكات عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، والتواصل لنقل القضية الأحوازية لبرلمانات العالم ومنها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي وغيرها.
إننا بإضافة لوقوفنا مع الشعب الأحوازي نقف مع الشعوب الغير فارسية كلها من أجل حقها في تقرير المصير ونيلها الاستقلال. إننا في الختام نتقدم بمشروع عقد ورشة حقوقية برلمانية في العاصمة البريطانية في بداية شهر أغسطس القادم تناقش دور النظام الإيراني في قيادة الإرهاب العالمي. وشكرا. للشكر والتقدير لسعادتك ومن خلالكم للأخوة البرلمانيين العرب في هذه المؤسسة المهمة والاستراتيجية المدافعة عن حقوق شعبنا الأحوازي والشعوب غير الفارسية. أستاذ طارق جاسم سريع يا ريت ترجمة. نعم شكرا. بله جناب آقای فیصل فولاد پارلمانی سابق در پارلمان بحرین و رئیس گروه کارگروه کشور پادشاهی بحرین، بله کشور پادشاهی بحرین و رئیس کارگروه پارلمانی ها برای آزادی اهواز. ایشون فرمودند که گروه ما کارگروهی هست که یکی از مهمترین جلسات خودش رو در بروکسل آغاز کرد و پس از اون در کویت نیز کنفرانسی رو برگزار کرد و ما همچنان برای آزادی اهواز و تمرکز بر این قضیه در این فعالیت میکنیم. ایشون در ابتدا از این سالروز بسیار با نیکی یاد کرد و گفت که شهدای اهواز و این روزی که یادآور این شهیدان و این فداکاری ها هست برای ما بسیار مهم هست. همچنین ایشون اعلام کرد که این روز سمبولی است برای اینکه به جهان اعلام کنیم که نظام خونخوار دولت ایران حتی جنازه های شهدا را نیز تحویل داده نمیشه و امروز ما کارگروه ما همچنان که در کنار ملت اهواز و مبارزاتشون می ایسته و تمرکز میکنه بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، در کنار مبارزات ملت های غیر فارس هم می ایسته و این مبارزات رو به همان اندازه که برای اهواز اهمیت میده به آنها هم اهمیت میده و ما در آگوست آینده یک کنفرانسی رو در بریتانیا انجام میدیم تحت این کارگروه و اینکه ما این هدف رو همیشه دنبال کردیم که موضوع اهواز رو به همه پارلمان‌های جهانی برسونیم که صدای ملت اهواز باشیم. شكر أحسنت. شكرا جزيلا للدكتور فيصل فولاد على كلمته وعلى مقترحاته. الآن مرة ثانية نمون إحنا على أخواننا الموجودين في أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا، وأيضا نعطي الكلمات لأخواننا الموجودين في الشرق في الدول العربية. الآن الكلمة للأستاذ محمد المعروف المنسق العام للهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني، وهو طبعا قامة وطنية عراقية معروفة خرج من بطن انتفاضات ضد الميليشيات والاحتلال الإيراني والحكومة الفاسدة. لنسمع منه ماذا يجري في العراق ومواقف هذه الهيئة. تفضل أستاذ معروف. شكرا جزيلا. شكرا أستاذنا العزيز. تحياتنا لجميع الحضور. كلمة الهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني في مؤتمر المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية بمناسبة يوم الشهيد الأحوازي. تحية نضالية. الأخوة الرفاق في المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، نحن إخوانكم في النضال أعضاء الهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني، نشارك معكم في إحياء الذكرى السنوية ليوم الشهيد الأحوازي، ونعبر لكم عن تضامننا مع نضالكم ومع مسيرتكم التحررية المباركة. إذ تمر ذكرى يوم الشهيد الأحوازي لتحيي في نفوسنا المعاني العظيمة التي انبثقت من تضحيات شبابنا الأحوازيين، وتبعث الأمل فينا بأن الشعوب الحية التي تبذل دمائها في سبيل تحرير أوطانها لا بد وأن تنتصر في النهاية، وستكون التضحيات التي بذلها الشباب الأحوازي منارا لنا في طريقنا التحرري من المحتل الإيراني، وستخلد تضحياتهم الجسام على مر العصور. فالأمة التي ليست على استعداد للتضحية لن يكتب لها النصر، وستبقى دائما راضخة للذل والاحتلال. كما تود الهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني أن تلفت الانتباه إلى أن الشعب العراقي والشعب العربي في الأحواز تجمعهم وحدة الأهداف
لأنهم يعانون من نفس جهة الاحتلال، وتمارس عليهم نفس آليات الاضطهاد والاستغلال. نعم أخوتنا الكرام، فالعراق مثلكم يعاني احتلالا إيرانيا وأن اختلفت وسائله، والشعب العراقي يقود نضالا ضد المحتل الإيراني كما أنتم تفعلون. وبهذه المناسبة نحث جميع الأخوة الأحوازيين المناضلين باتخاذ سبل جديدة في النضال، تضاف إلى الأساليب المتبعة حاليا ضد المحتل الإيراني، ونقصد بهذا ضرورة اتخاذ آليات العصيان المدني كإحدى وسائل النضال الجماهيري السلمي ضد المحتل الإيراني، وندعو من خلالكم جميع الشعوب غير الفارسية لاتخاذ هذه الآلية كوسيلة جماهيرية سلمية لإدامة النضال ضد المحتل الإيراني. وأخيراً وليس آخراً، المجد والخلود لشهداء الأحواز والعراق. عاشت الثورة الأحوازية، عاشت الثورة العراقية، الهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير لسعادتك أستاذ محمد المعروف، المنسق العام للهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني. احنا بنعرف انه تبذلون جهد كبير وليلتين مو نايم، انا اعرف هذا الموضوع، ولكن عذرنا اخرناك شويه. حياك الله وشكرا لكلمتك غايه الاهميه. دكتور فيصل، يا ريت تترجمها دكتورنا العزيز لاخواننا وحلفائنا بالشعوب غير الفارسيه. تفضل. تدل رفيق الشريف. محمد معروف هماهنگ کننده عمومی کمیسیون عراق برای اداره نافرمانی مدنی تشکر کرد از مجلس احوازی برای دعوت و گفتن کلمه ایشون و گفت که ما احساس همدلی و مشارکت با شما میکنیم در روز شهید و ما با شما هستیم تا انشالله برای استقلال الاحواز و ملیت هایی که برای کرامت خودشون می جنگن در آخر باید پیروز باشن. همونطور که گفت کمیسیون عراقی گفت که نمایندهشون که تأکید میکنه که ملت الاحواز و ملت عراق جریمه های هماهنگ شده بر علیهشون اعمال میشه و از طرف رژیم ایران، و ما از همینجا از ملت عرب الاحواز و دیگر ملل غیر فارس بهشون میگیم که راه حل های جدیدی رو پیش رو بگیرن و همون راه حل همان نافرمانی مدنی که میتونه خیلی کمک بیاره برای ملت ها و تحقیق اهداف خودمون. تفضل رفیق الشريف. تشكر دكتور، وشكرا مجددا لسعادة الأخ الأستاذ محمد المعروف. الآن من ميادين مواجهة الميليشيات من سوريا الحبيبة معنا طبعا الدكتور العميد فاتح حسون رئيس حركة تحرير وطن سوريا، أو من يمثله في الحركة العقيد علي أيوب نهاي. موجودين الأخوة في الحركة؟ سعادة العميد فاتح، أنا أشوفكم موجودين بالغرفة. أستاذ أبو الشريف، أنا عندي مشكلة إن ما بتطلع صورتي. موجودة معنا دكتورة لبنى، حضرتك موجودة معنا. لا أنا الصورة موجودة؟ نعم موجودة، وصوتك كمان. أوكي. شكرا. بعدين وقت يناسب أبي عندي كلمة. نعم موجودة، حضرتك بالقائمة. نعم موجودة دكتور. شكرا نعم. دكتور. شكرا. الله يخليك. دكتور فاتح موجود؟ نعم موجود أخونا العقيد صلاح، الله يكرمك ويحسن إليك. تفضل رجعت. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني أتمنى للمجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية نجاح هذا المؤتمر، كما هم يسعون دائما لنجاح أعمالهم الميدانية
ضد النظام الملالي، هذا النظام الذي عاث في الأرض فسادا داخل ما يسمى إيران وخارجها. لا يسعني إلا أن أترحم في هذا اليوم على شهداء الأحواز وشهداء الأمم التي حاربت هذا النظام المقيت وبذلت كل ما تملك من أجل رفع راية الحرية والكرامة في وجه نظام الملالي. أريد أن أترك الكلمة لقائد الجناح العسكري لحركة تحرير الوطن في سوريا العقيد علي أيوب لكي يتحدث باسم الثورة السورية، بحيث يذكر للأخوة المؤتمرين ما حدث ميدانيا في المجابهات مع نظام الملالي، هذا النظام الذي حاول مساندة نظام بشار الأسد بما أوتي من قوة في حربه على الشعب السوري وفشل، وقد صرح بذلك المحتل الروسي حيث قال لولا تدخل روسيا لكانت سقطت دمشق، بالرغم من مساندة نظام إيران لنظام بشار الأسد. وهذا دلالة واضحة للجميع على أن نظام الملالي هو نمر من ورق يحاول أن يثبت أنه قادر على الاستمرار، ولكن لا يمكن أن يصمد أمام الثوار الذين يضعون نصب أعينهم تحقيق أهدافهم التي آمنوا بها بنيل حريتهم وكرامتهم. أترك الكلمة للعقيد علي أيوب، ولكم جزيل الشكر. رفيق أبو شريف الصوت مسكر. شكرا سعادة العميد قائد حركة تحرير وطن سوريا. نعم معك أستاذي. سيادة العقيد تفضل رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم حركة تحرير وطن أحييكم أخواني وأخواتي الحضور في مؤتمر المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية. تحية معطرة بياسمين الشام إلى أهلنا في الأحواز المحتلة عربستان الشهيدة، وإلى كل القوميات الأذرية والبلوشية والطاجيك والتركمان والشركس والكرد وكل القوميات التي ترسع تحت ظلم الملالي في كل أنحاء العالم، فالألم واحد والعدو المتربص واحد. تحية من سوريا التي ترزح تحت ظلم نظام يدعمه ملالي طهران إلى المدن الأهواز والمحمرة والفلاحية وقنطرة وتستر ورامز وعبدان وباب هاني وكل حي وكل بلدة في هذه الدولة العزيزة على قلوبنا، فنحن معكم بقلوبنا، ودعمكم واجب وطني وديني من كل الدول العربية ومن كل القبائل والعشائر العربية التي لا تسلم من بث السموم الفارسية في كل مفاصلها وكل أجزاء جسدها. وبهذه المناسبة اليوم الشهيد الأحوازي، الرحمة والخلود لشهداء هذا البلد الغالي على قلوبنا. والأخ أبو شريف نوه أنه يصادف هو يوم قريب من يوم الشهداء. اسمح لي عن نقطة أعلق عليها أستاذ أبو شريف، الله يحييك. طبعا نحن مثل ما قلنا الرحمة والخلود لشهداء الثورة الأحوازية، لكن نحن في عنا موضوع أنه 6 أيار طبعا سمي عيد الشهداء لقيام جمال باشا السفاح بإعدام 21 شخصية وطنية. ولكن بعد هذه الثورة المجيدة سأحدثكم عن موضوع المجزرة. سبحان الله، صارت شيء لا يذكر في المجازر التي لا تساوي شيء مما فعله النظام. فإن كان جمال باشا أعدم 7 أشخاص في ساحة المرجة، نجد أنه عنصر أمن لا يساوي شيء أعدم 43 شهيد في حي التضامن الذي رأيتموه أمام التلفاز في كل دول العالم، الذي لا يبعد إلا مئات الأمتار عن حي المرجة. وكذلك ضابط طيار سوري يرمي قنبلة كيماوية على الغوطة، كذلك لا تبعد الأمتار عن ساحة المرجة، ويقتل مئات من الأطفال. فبرأيكم أيه يوم وأيه يوم شهيد وأيه سفاح ومجرم أكثر. وفي الختام أدعو جميع دول العالم الحر العربي واللاتيني وللاصطفاف ضد نظام الملالي وغلمانه نظام بشار وحزب الله والحوثي
وغيرهم ومواجهتهم بكل السبل العسكرية والثقافية والمادية حتى لا يكون هناك فارس بعد فارس كما بشرنا رسولنا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية سعادة العقيد، وبارك الله فيكم، وحيا الله لنا في الشام، ودمتم ذخر لهذه الأمة في مواجهة الاحتلالات الفارسية وميليشياته الإرهابية. بارك الله فيكم. الآن بارك الله فيك أستاذ، الله فيك ألف عافية. الآن الكلمة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، يلقيها على مسامعنا الأستاذ الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مركز الدراسات مركز الخليج للدراسات الإيرانية بالنيابة عن العديد من المؤسسات. دكتور شريف موجود؟ العفو رفيق أبو شريف، مع نترجمها للأخوة. آسف أعتذر لسعادتك ولسعادة الأخ العقيد. تفضل أرجوك، تفضل. شكرا التنويه. نعم شكرا جزيلا. دوستان گرامی، جناب سرهنگ فاتح حسون از هیئت مبارزان سوریه در ابتدا آرزوی پیروزی و موفقیت برای این کنفرانس رو داشتن، مثل پیروزی ملت اهواز در میدان، و درود فرستاد به ارواح شهدای راه آزادی بر ضد دولت اشغالگر ایران. همچنین آقای عقیل ایوب رو که یک سردار هست دعوت کرد تا به نوعی یک نگاه میدانی رو در این کنفرانس بگه که چگونه شکست‌های متعددی رو بر ضد سپاه پاسداران در سوریه مردم و مبارزان سوریه انجام دادن و ایران رو یک ببر کاغذی نامید. در انتها نیز آقای سردار علی ایوب مایک رو تحویل گرفت و گفت که من هم درود میفرستم به همه شما از شام تا اهواز و همه ملت‌های آزادی و مبارز ضد اشغالگری ایران، و دشمن یکی است و قربانیان بسیار. ما با شما این و حمایت از شما واجب بر ما است. از همه نقاط و جاوید باد شهدای اهواز و راه آزادی. و 6 می آیار رو که یک نوع به نوعی روز شهید سوریه بود در گذشته توسط جنوسایدی که آقای جمال پاشا صفاح انجام داده بود، ایشون گفت که جمال پاشا صفاح 21 نفر را کشت و این به عنوان نماد شهید برای ما بود. ولی امروز ما می‌بینیم که در بسیاری از این ژنوسایدها فقط یک سرباز 63 نفر رو در حی المرجع یا گروه در منطقه مرجع کشت و یک خلبان در قوطه که صدها متر فقط با این ژنوساید فاصله داشت صدها نفر رو کشت. پس کدام روز را ما روز شهید بنامیم؟ در خاتمه نیز از همه مطالبه کرد که وحدت مبارزات و اتحادی رو بر ضد اشغالگری فارس باید انجام بدیم که فارسی دیگر در انتها نباشه، که ما بتونیم در آزادی و استقلال زندگی کنیم. جزيلا أستاذ أبو طلال. كانت الترجمة لكلمة العقيد الأستاذ العميد فاتح وأيضا الأستاذ العقيد علي، ومشكورين على كلمتهم الأكثر من قيمة. مرة ثانية دكتور شريف. الدكتور شريف موجود معنا؟ ظاهر ما موجود للأسف. الآن ننتقل لجمهورية لبنان الشقيقة للأخ الدكتور غسان صعب، رئيس التيار العربي اللبناني المحترم. موجود دكتور غسان؟ بفضل كلمة لبنان يلقيها الأستاذ غازي إذا بتسمح. يشرفنا أينكم يقراها دكتور. أنا بحكي كلمة العرب المغتربين. أي حياك الله، بارك الله فيك. دكتور رمزي موجود؟ دكتور غضبان. اي نعم، تحياتي لك ويعطيكم الف عافيه. طبعا تسمعوني؟ نعم صوتك مسموع. يعطيكم الف عافيه اول شيء على هذا الجهد الجبار الذي بذلتموه في سبيل قضيتكم الوطنيه والمحقه، قضيه الاحواز العربيه وازاله الاحتلال الغاشم عنها. هذا بدايه. أكيد ما نحن كحركة رواد النهضة اللبنانية، حركة تحررية نهضوية، لا يسعنا إلا أن نكون مواكبين لجميع أبناء أمتنا العربية، خاصة
والحركات النهضوية عامة ضد جميع أنواع القهر والذل والاحتلال. يعطيكم ألف عافية بالنسبة لتعبكم، وبالنسبة ليوم الشهيد وللشهداء، شهداء الإخوة الأحوازيين، تغمدهم الله في واسع رحمته، متمنيا لكم التحرير العاجل اليوم قبل الغد من هذا الظلم. هلا بدي انتقل شوي لخبركم عن وضعنا في لبنان. نحن في لبنان لا نقل مأساة عن مأساتكم. نحن في لبنان محتلين احتلال مقنع. حزب الله، هذا الحزب العقائدي التابع لهذا النظام الخبيث، حاول احتلال لبنان عام 2008 علانية وعلنا بحركة 7 أيار، وفشل آنذاك بفضل الرفض القاطع لهذا الاحتلال. انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي الدخول إلى عمق الدولة اللبنانية، حيث سيطر سيطرة كاملة على كامل مفاصل هذه الدولة. اليوم نحن في لبنان نعيش عدة أزمات متلاحقة بسبب هذا الحزب وتصرفاته وبطشه في هذا البلد وهذا الكيان. انهيار اقتصادي، انهيار عملات، فقر، جوع، عوز. طبعا هذه هي فصل من فصول المؤامرة على شعبنا. بالإضافة إنه هن في بيئتهم يعيشون حياتهم الكريمة كاملة لا ينقصهم شيء. هذا المحور يدفع أموالا طائلة لأبنائه ولأبناء أمته ولأبناء بيئته لا ينقصهم أي شيء، بينما بقية المكونات في لبنان تذوق الأمرين: لا صناعة، لا زراعة، لا تجارة، ولا موارد. هذا المخطط هو للسيطرة على شعبنا بطريقة احتيالية إذا صح التعبير، وبطريقة إجرامية. نحن اليوم عندنا بلبنان في ناس عم بتموت على أبواب المستشفيات لأنه لا تملك المال، وإن كانت تملك المال لا يسعهم استجلاب الدواء للمرضى. فنناضل منذ سنوات وسنوات للخلاص من هذا الاحتلال. وبالمناسبة أنا تعريف بسيط: مناضل سياسي منذ أكثر من 10 سنوات. حركة رواد النهضة اللبنانية انبثقت من صلب الثورة اللبنانية في بداياتها منذ 2.5 عام تقريبا، ثورة تشرين، ومستمرين في النضال. طبعا حققنا إنجازات كبيرة، وضعنا حدود لهذا التفلت. استطعنا أن ندخل إلى البرلمان اللبناني ما يقارب 13 شخصية لبنانية معارضة، كخطوة أولى هي ممتازة في المسار الطويل والذي يبدأ بميل. نحن هون اليوم ما بسعنا إلا أنه نتقدم من حضراتكم بالمباركة
وبالدعم المطلق لقضيتكم المحقة والخلاص من هذا الاحتلال الخبيث المجرم. وللإخوة العراقيين والإخوة السوريين، الإخوة اليمنيين، ونحن في لبنان أيضا، ونطلب من الله عز وجل أن يحمي أبناء شعبنا العربي في كافة أقطار الدول أو الأرض، في كافة أقطار الأرض ودول العالم، وخاصة الخليج العربي، لأنه اليوم المؤامرة ما زالت مستمرة وباتجاه الخليج حصرا عبر تطويق المملكة العربية السعودية من الأردن. عل وعسى أن نستطيع أن نتخلص من هذا الوباء الذي أوجدوه بيننا ونعود نعيش حياتنا طبيعية كما كنا سابقا. ويعطيكم ألف عافية ويسعد كل أوقاتكم. شكرا جزيلا دكتور على كلمتك الرائعة والمهمة اللي تفضلت بها. وعاش لبنان سيدا عربيا مستقلا بكم وبكل أبناء شعبنا اللبناني الشقيق. نترجم الكلمة دكتور أستاذ طارق. نعم. تحدث السيد رمزي غضبان العفو من حركة وادي النطق. دوست أنا أترجم بالعربي العفو. جناب آقای رمزی غضبان از حرکت آزادی خواهان نهضت لبنان فرمودند که ما در کنار شما هستیم، به خصوص گروه‌های آزادی بخش غیر فارس بر ضد تمام انواع ظلم و اشغالگری، همچنین در مورد روز شهید از خداوند تقاضای احمد و برای شما آزادی و استقلال رو دارم. ما در لبنان کمتر از شما نداریم، اشغال ما همچون شما هست. حزب الله از زمان 7 مایو 2008 سعی در اشغال ما داشت و در مرحله دوم ورود به درون دولت لبنان رو انجام داد. امروز حزب الله توسط یک توطئه بزرگ وارد تمامی مفاصل و زاویه‌های دولت لبنان شده و رخنه بزرگی در این دولت انجام داده و سرکوب را به صورت سیستماتیک در همه جای لبنان بر ضد مردم ما انجام میده. توطئه‌ای که حزب الله بر ضد ملت لبنان انجام میده لبنان رو به یک جهنم بزرگی تبدیل کرده و برای خود در جنوب یک بهشت ساخته و اونجا به عنوان لانه جاسوسی دولت ایران تبدیل کرده. این نوع جرم سیستماتیک امروز در لبنان مردم رو به جای رسونده که حتی پول بیمارستان دیگه ندارند و از خودشون صحبت کردن که در 10 سال اخیر به عنوان یک مبارز سیاسی فعالیت سیاسی انجام میده و حرکت وادی النهضه یا سردمداران نهضت لبنان 13 شخصیت اپوزیسیون وارد پارلمان لبنان کرد به عنوان اولین قدم در راه تغییر در لبنان و اینکه در خاتمه برای شما آرزوی پیروزی کرد و به خصوص ملت‌های غیر فارس و عراق رو نیز از اشغال ایران و در آخرین سخن نیز گفت که توطئه‌ای که الان به خصوص در ضد کشورهای عربی و اردن و سعودی داره انجام میشه یک توطئه بسیار خطرناک است و باید آگاهی و سطح آگاهی رو به نحوی برسونید که جلوی این تحرکات دولت ایران رو بگیریم. شكرا جزيلا أستاذ أبو طلال، وشكرا مجددا للأخ الدكتور رمزي على كلمته. الآن ننتقل للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومنها الدكتورة لبنى الطحلاوي عضو اتحاد الإعلاميين العرب وسفيرة الإعلام العربي للمنظمات الدولية. تفضلي دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا حابة أتكلم على في إيجابيات يعني على الساحة الآن تطورات إيجابية نعول عليه كثيرا، وأريد أن أذكرها باختصار لأن ندخل في موضوع آخر، إنه هل في تطور في الساحة الآن إيجابي يبشر بالخير لاستقلال الأحواز؟ طبعا أي دولة أي شعب يريد الاستقلال من المحتل لابد أن يدعم من الدول المحيطة ومن الدول الكبرى. مهما كان الشعوب لديها حماس ولديها القوة لكن لا يكفي، لابد دعمهم من الدول المحيطة، خصوصا نحن دول عربية خليجية كلنا.
حوالين الأحواز. يعني الأحواز دولة عربية خليجية في وسط الدول العربية الخليجية. مصلحتنا كبيرة مثل مصلحة الأحوازيين أنفسهم. تحرير الأحواز يعنينا كما يعني الأحوازيين أنفسهم، لأننا ذقنا من إيران يعني على مر العقود اللي مضت أشياء كلنا نعرفها، منطقتنا ودول الخليج الأكثر تهديدا طبعا. غدا هو 20 يونيو حزيران، يوم انطلاق الكفاح المسلح ضد نظام الملالي اللي بدأ من عام 81. إذا من عام 81 هناك كفاح داخل إيران لإسقاط هذا النظام هذا، لكن اليوم يختلف، المعطيات كلها تختلف. اليوم الدول الكبرى موقفها من النظام الحالي اختلف، وإسرائيل معهم. والآن حتى زيارة بايدن للمملكة العربية السعودية الآن يعني يدور في الوسط السياسي بشدة والإعلامي الآن أنه سيتناولوا موضوع يريدوا أن يكون هناك يحشدوا دول بضرب إيران، يكون معها حتى إسرائيل تكلمت علانية عن هالموضوع أنها تريد أن تحشد الدول العربية والدول الخليج خاصة معها في ضرب لإيران. إذا الآن في علني عداء ورغبة في إطاحة بهالنظام. إطاحة النظام يعني أنت تطيح برأس الهرم. إن طاح النظام في إيران معناته جميع هذه الميليشيات اللي موجودة في لبنان وموجودة في سوريا وموجودة في العراق وفي اليمن، هذه كلها ستنهار تماما، لأنه هي تتغذى من هالنظام العقائدي وتتغذى منه حتى هو يمولها هاي الميليشيات، فلن يعني ستنهار فورا. وأعتقد أنه هي كمان الفرصة الكبرى لنا لأن يكون الدعم للأحواز ليس يكون دعم عاطفي ولا مجرد دعم إعلامي، يكون أكبر من كده بكثير، دعم سياسي، دعم عسكري، دعم كبير أكبر من كده، لأنه كلنا نعلم أنه هي الأحواز هي المنفس أو المخرج لإيران على منطقة الخليج العربي الوحيدة. فهي كانت هي تعتبر درع صد كبير مانع لإيران وتمددها. فالآن هي دولة عربية خليجية، أعتقد أنه نحن في أحوج ما يكون إليها الآن لتستقل، وأن نساندها جميعا كدول عربية خليجية. في المقام الأول نحن معنيين بالمقام الأول دول منطقة الخليج العربي، ونعرف جميعنا أنه نحن خاصة دول الخليج تربطنا علاقات يعني very special خاصة جدا مع الشعب الأحوازي، امتداد العائلات، القبائل، الأسر. يعني نعرف أنه هم يعني الغالبية العظمى من العرب العاربة، جذورهم عندنا بالجزيرة العربية وموجودين في دولنا، يعني جزيرة يعني جذور طويلة من سنين من عمر، من أقدم التاريخ ممكن نتكلم عنه هو هاي القبائل العربية العاربة اللي موجودة في الأحواز العربية. فطبعا الآن كلنا كل عربي شريف، كل عربي وطني اليوم يحلم ويتمنى من دولنا جميعا إنه في فرصة الآن أمامنا متفائلين فيها كلنا، إنه الوضع يتغير بالنسبة للدول الكبرى اتجاه إيران. دعمهم كان خفي ثم أصبح علني، ثم الآن تغيرت المصالح، أصبح الآن في رغبة شديدة في إسقاط هذا النظام. وأعتقد أن هذا هو الأساس لتتحرر الأحواز ولتتحرر منطقتنا كلها من ميليشيات النظام الإرهابي المجرم. ولدينا كثير من التفاؤل، لأنه الأحواز هي جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي الخليج لا شك. فكلنا تفاؤل، وهذا أنا حبيت أنقل هي نقاط جدا مختلفة عن حكوا الأخوان كلهم. يعني الكل حكى في المعاناة، طبعا حكينا فيها كثير معاناة الأحواز ومعاناة طويلة جدا من عام 1925 إلى اليوم. لكن ودنا نتكلم عن شيء إيجابي الآن، إنه ماذا نرى الآن من معطيات جديدة ومن تطورات جديدة
ممكن يختلف المشهد، وإن شاء الله نشهد أحواز عربي حر مستقل بإذن الله ينضم لأمته العربية الخليجية بإذن الله قريبا. شكرا. بارك الله فيك دكتورة، وتحياتي لشخصك الكريم ولأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أحسن. شكرا. دكتور فيصل ترجم كلمة أختنا. حياك أستاذ أبو شريف، لو تخلينا نعقب على كلمة الأخت من السعودية. تم، بس إذا تسمح يترجمها. بدقيقتين يعني. تفضل رجع. شكرا جزيلا. أولا احنا نشكر الأخت من المملكة العربية السعودية، ونشكر كل أشقائنا العرب الموجودين حاليا بدون استثناء بما فيهم الأخوة الحاضرين. أختي الكريمة دكتورة، احنا تحدثنا مع الجانب العربي مو من اليوم ولا ضمن هاي الأحداث، وطرحنا كثير من المشاريع ورفعنا صوتنا وقلنا الأمن القومي العربي من هنا يبدأ، من الأحواز يبدأ الأمن القومي العربي. البوابة الشرقية للوطن العربي هي الأحواز، وقدرة إيران تكمن هنا بما يمتلك الأحواز من ثروة بشرية أو قدرة بشرية وثروة اقتصادية. الغاز والبترول طبعا، والمنفذ 95% من ثروة نعم، إيران من الأحواز. خليه يكمل دكتورة إذا سمحتي. نتمنى من خلالك أخوتنا العرب بالخليج وغير الخليج يسمعون صوت الأحوازي المناضل الحقيقي اللي قاعد يدافع عن شعبه وعن قضيته وحامل على أكتافه قضية لا تقل في معاناتها وفي مصيرها عن القضية الفلسطينية. وإذا كان الجانب الإسرائيلي، احنا بنتحدث عن الجانب الإسرائيلي، الإسرائيلي اليوم صراعه مع العرب ومع الفلسطينيين هو صراع بقاء أو فناء، لأن إذا ما يصارع هو مفني، والشعب الفلسطيني أكيد يفني، ويفني الشعب الفلسطيني بدون العرب حقيقة يعني. لكن ما صراعنا مع الفرس صراع تاريخي واستراتيجي، وهذا الصراع ما بخيار، أما لنا وأما لهم. وإذا اتمكنوا لا سامح الله أكثر بعد راح يخلون ترجع دولة الساسانيين والإمبراطورية الفارسية. فإحنا رسالتنا من خلالك لكل أخوتنا الخليجيين إنه الأحوازيين موجودين وينتظرون دعمكم وينتظرون صوتكم وينتظرون همتكم، وشكرا جزيلا. شكرا لسعادتك. شكرا أستاذ، بس أنا بقول لك أنه المشهد الآن إيجابي متغير، هذا ذكرته. إحنا الآن نستطيع، لأنه في كثير من حتى الدول الكبرى الآن موقفها تغير من النظام الإيراني. دكتورة لذلك شكرا لدينا تفاعل كبير. لمداخلتك، وشكرا لتعقيب الأستاذ نائب الأمين العام إخواننا في الجبهة العربية لتحرير الأحواز. واسمحوا لي نستمر حتى الأخوة أخذنا من وقتهم كثير يعني، ومنا عليهم خاصة، وانتظرونا طويلا من المملكة العربية الشقيقة، المملكة المغربية الشقيقة. الأخ الأستاذ النائب كنت أحبه يترجم يا أستاذ شريف. كنت أحب الترجمة. وأنتم دخلتوا وخلاص. كنت أحب الترجمة. تفضل دكتور فيصل ترجمة. حياك الله رفيق أبو شريف، تحية للمتحدث. لبنان الطلحاوي از مملكت پادشاهی عربستان عربی سعودی که به عنوان سفیر رسانه‌های عربی در خلیج عربی هستش صحبت کرد که نگرش کشورهای غربی و عربی نسبت به ایران تغییر کرده و همانگونه که اطلاع دارید سفر رئیس جمهور آمریکا بایدن به عربستان در 15 و 16 جولای آینده، یک ماه دیگر از این روز تقریبا، به دنبال تشکیل یک پیمان بازنگهدارنده بر ضد ایران و ما میدونیم به عنوان هموطن از کشورهای منطقه خلیج عربی که ایران تمامی این نفوذش رو که در کشورهای ما اعمال میکنه، این رو با استفاده از ثروت‌هایی که در الاحواز وجود داره و میتونه اون رو به جاهای دیگه از جهان سوق بده.
و ما در کشورهای خلیج عربی روابط بسیار خوبی با ملت الاحواز داریم و جای بسی مهم است که بگم که الاحواز یک جزء بسیار مهم از امنیت ملی منطقه عربی در خلیج عربی هستش. تفضل رفيق ابو شريف. شكرا جزيلا، طبعا باختصار شديد. شكرا لكم، شكرا مجددا للدكتورة اختنا العزيزة لبنى، وايضا لمداخلة الاخ ابو مصعب، ولكل الحاضرين. ومجددا اعتذر اذا تاخروا بعض الاخوة، وهذا من باب الميانة عليهم واكيد يتفهمونا. الان من المملكة المغربية الشقيقة الأخ الأستاذ حسن الخطار، عضو المكتب التنفيذي لمؤسسة محمد عابد الجابري وعضو سابق بمجلس النواب المغربي. موجود معنا ولا قادر؟ لأن الوقت تأخر عند الأخوة في الشرق. موجود معنا سعادة النائب؟ أعتقد الأخ قادرنا. الآن مجددا ننتقل لإخواننا وأشقائنا وأهلنا. طبعا لإخوانكم الفصائل الأحوازية كلمة، ومن ثم نعود للأشقاء العرب. الأخ الدكتور خلف الكعبي، مسؤول العلاقات الخارجية حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. ساعتك موجود دكتور؟ السلام عليكم، مساكم الله بالخير. عليكم السلام والرحمة. إخواني وأخواتي سلام الله عليكم أجمعين. طبعا أشكر الأخ الرفيق الأستاذ أبو شريف، وأيضا الأخ الرفيق أبو بشير على إقامة هذه المؤتمر البناء، وباقي الأخوة المشاركين. طبعا الأحواز قدم آلاف من الشهداء، يعني احنا بس نذكر صحيح يعني أولاد عمنا محي الدين رحمة الله عليه والباقين، ولكن نحن لدينا شهداء كثيرين جدا. يعني 2018 بس قدمنا أكثر من 240 شهيد في معشور، يعني هذا شيء مهم جدا. ولكن المسألة المهمة على أخواننا الخليجيين خاصة، يعني أنا أشكر طبعا الأخت الدكتورة لبنى على ما تفضلت فيه، ولكن المعادلات تغيرت بالنسبة لجميع المنطقة، خاصة الدولة الفارسية عندما الانتفاضة تحركت داخل الأحواز، وشفنا المعادلات والموازنات السياسية كيف تغيرت لصالح الأحواز بعد ما الإيرانيين كانوا يحاولون بأن الأحوازيين قلة، وأيضا بعض الشعوب اللي دخلت يعني سياسيا داخل الأحواز لتغيير الديموغرافيات كيف تراجعت مقابل هذه موجة الشعبية الكبرى اللي كانت الانتفاضة الأحوازية. نحن نفتقر صحيح في بعض الأمور لبعض المسائل، ولكن اتحادنا هو اللي راح يغير المعادلات والإمكانات السياسية في المستقبل القريب. أنا دائما أسرا على هذا الموضوع. اتحادنا نحن الأحوازيين أولا، وباقي الشعوب الغير فارسية مثل البلوش، الأكراد، الآذريين، التركمان، القشقائيين، وباقي الشعوب الموجودة داخل خريطة ما يسمى بإيران. هاي الخارطة الكاذبة طبعا. نحن الأحوازيين قدمنا الشهداء، قدمنا عندنا الإمكانيات الكبرى، عندنا إمكانيات كثيرة جدا، عندنا شخصيات كبيرة جدا بإمكانها تغيير المعادلات السياسية الدولية أيضا. ولكن للأسف مثل ما تفضلوا بعض الأخوة، شعوبنا في منطقة الخليج العربي أو بعض الدول العربية ما تفكر بطريقة سياسية وأخلاقية أو حتى نقدر نقول يعني قبليا. نحن في الأحواز يعني عندنا جميع القبائل اللي موجودة في الجزيرة العربية، موجودة في العراق المحتل، موجودة في سوريا المحتلة، موجودة في لبنان أيضا المحتل نقدر نقول، في اليمن. نحن امتدادا، يعني نحن الدرع الدول العربية مقابل الدولة الفارسية أو القلة الفارسية نقدر نقول، لأن 82% حسب آخر تقييمنا و political statistics مثل ما بعض المسؤولين الأجانب أيضا يعرفون هذا الشيء، ولكن ما يقدرون يعلنونه، بأن الفرس هم أغلية، مو أكثر من 12% أو 18% يعني.
هذا آخر تقييم طبعا. 82% شعوب غير فارسية، نحن الأكثرية. بإمكاننا نعم مجزرة محشور يعني مجازر كثيرة عندنا كانت داخل الأحواز، ولكن للأسف الدول العربية خاصة دول الخليج العربي، أنا أقول هذا بجرأة، احنا متوقعين من دول العربية في الخليج العربي اللي يعرفوننا ويعرفون امتدادهم وين، ويعرفون بأن الخليج ما يكون خليج عربي على مسمى إلا يتم تحرير هذا الخليج العربي من السيطرة الإيرانية، من الاحتلال الإيراني. إيران مسيطر عليه، احنا ما نقدر نقول إيران يوما، لا، إيران تتفكك بتعاوننا مع بعضنا البعض، تتفكك بدعم دول الخليج العربي. عندنا يعني إمكانيات كبيرة نقدر نقول احنا في الأحواز وأيضا في دول الخليج العربي بإمكانهم دعم سياسي، دعم معنوي، دعم مثل ما تفضلت الدكتور، دعم عسكري حتى لدفع العجلة السياسية إلى الأمام. دول الكبرى أو أصحاب القرار يتوقعون مننا بأن يعني نجتاز بعض الخطوط الحمر. الخطوط الحمر هي احنا اليوم ممكن 50%، لو توصلنا إلى 70% أصحاب القرار راح يتحركوا تجاه المطالب الأحوازية أو تجاه الدول في الخليج العربي بأن مطالبين أيضا تحرير أراضي عربية، أراضي الأحواز العربي. في أمور كثيرة جدا نقدر نتكلم عنها احنا، ولكن أنا أدري اللي الوقت متأخر في بعض الدول العربية، الوقت متأخر والأخوة يريدون يشاركون، فأكتفي بهذا القدر، وأتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق إن شاء الله. تحياتي لكم. دكتور خلف الكعبي، مسؤول العلاقات الخارجية لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، لهذه الكلمة الأكثر من قيمة. دكتور أستاذ طارق تفضل. نعم شكرا جزيلا. آقای دکتر خلف کعبی مسئول روابط خارجی جنبش پیکار برای آزادی اهواز سخنانش رو این گونه آغاز کرد. اهواز هزاران شهید را تقدیم کرد، نه تنها محی‌الدین و همرزمانش، بلکه ما فقط 240 شهید را در محشور در سال 2019 تقدیم کردیم. من تشکر دارم از خانم لبنان تحلاوی، ولی در مورد کشورهای عربی باید اینو متذکر باشم که معادله در اهواز عوض شده. امروز سیاست تغییر دموگرافیک در اهواز شکست خورده. وحدت ما این معادله رو تغییر میده. ما اهوازی‌ها و ملت‌های غیر فارس، ما اهوازی‌ها امکانات و پتانسیل بالایی در تغییر معادلات جهانی و منطقه‌ای داریم، ولی کشورهای عربی سیاست ورزی درستی انجام نمیدهند. ما و تمامی کشورهای عربی یک نوع ساختار اجتماعی و قومی داریم. ما سپر این کشورها در مقابل هژمونی فارس هستیم. بر اساس داده‌ها و آمارهای موجود فقط 18% از جمعیت ایران فارس است و 82% رو ملت‌های غیر فارس تشکیل میدن. ژنوسایدهای زیادی در اهواز داریم و از کشورهای عرب گله‌مند هستم که چرا واکنش درستی نشان نمیدهند. خلیج عربی بدون اهواز عربی نخواهد بود. ما دارای پتانسیل و ثروت‌های بالایی هستیم و باید چرخ تغییر سیاست را حرکت دهیم. در جهت این مطالبه گری باید فعالیت بیشتری داشته باشیم و وحدت کلمه را نیز متذکر شویم. در خاتمه نیز برای این کنفرانس کمال موفقیت رو خواسته شد. شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. الان نعود طبعا للشرق مجددا ولحد اعمده النضال العربي. لطالما دكتورنا العزيز دكتور خلف ذكر القبائل العربيه وايضا الاواصر بين الشعوب العربيه المتمثله بقبائلها في كل العالم العربي، نعود للاخ الشيخ المناضل احمد القانم، الامين العام لمجلس عشائر جنوب العراق أو العراق أو جنوب العراق معذرة. تفضل يا شيخنا العزيز، ونعتذر على وضعناك يعني تنتظر لأن ميانا عليك وعلى سعادة الدكتور عبد السلام والدكتور خالد النعيمي والدكتور العبيدي، فنعتذر لكم جميعا أعزائي إذا تأخرنا عليكم، ولكن إن ميانا عليكم أكيد. دكتور أستاذ شيخ غانم موجود؟ نعم بارك الله يخليك ويحفظك، أرجوك تفضل. والنعم منك ومن أصدقائك. وإذا أخطأت بالتسمية رجاء عدلها سعادتك أرجوك للاسم المجلس. الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرفيق المناضل أبو الشريف
رئيس الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية المحترم. شيخ أحمد يا ريت تتكرم علينا تعلي صوتك. الأخوة الضيوف الكرام، الشهداء أكرم منا جميعا. فعندما نتحدث عن منزلة الشهيد لابد أن نذكر مآثر الشهيد والتعبير عنها. الشهيد هو أنبل الناس وأكثرهم كرما، لأنه قدم روحه رخيصة لأجل الحق والفضيلة. الشهيد هو نبراس الأمل المضيء الذي يرشدنا إلى طريق النصر والتحرير. ولهذا خصصت العديد من الدول يوما في العام واسمه يوم الشهيد، ليكون هذا اليوم رمزا للاحتفال بالشهداء، الشهداء الذين زفت أرواحهم إلى السماء، رغم أن يوما واحدا لا يفي للشهيد حقه أبدا، ولا تكفي كل أيام العام للاحتفال به واستذكار مآثره. فلا حياة لأمة دون تضحية شهدائها، ولا ثبات على الحق إن لم يكن فيه من يدافعون عنه ويحملون همه ويضحون بأغلى ما يملكون لأجله. الأخوة الكرام، للشهيد حق ثابت في رقابنا جميعا، وهو حق الوفاء إليه واستذكاره دائما في جميع لحظاتنا التي نعيشها. فالشهداء ليسوا مجرد أرقام أو أسماء، بل هم قصص وحكايات لنا. هؤلاء الشهداء لم تهمهم الحياة بقدر ما همهم في الدفاع عن الأوطان والشعوب والحفاظ عن كرامتهم بين الشعوب والأمم. الأمم الراقية تحتفي بشهدائها دوما وتخلد ذكراهم في الكتب والميادين كي يظل ذكراهم دائما بين الشعوب والأمم. فالوطن يحتاج إلى الشهيد كي يكون نبراسا ينير طريق الحق والنصر. نحتفل اليوم جميعا بيوم الشهيد الأحوازي العربي الذي يصادف في 13 من شهر حزيران من كل عام. ونحن نعلم جميعا ومنذ الاحتلال الإيراني الفارسي دولة الأحواز العربية في 1925 وإيران ترتكب أنواع الجرائم البشعة وتعمل على سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا العربي الأحوازي. هذا الشعب العظيم الرافض لهيمنة الاحتلال الفارسي وأساليبه الإرهابية الإجرامية التي يندى لها جبين إنسانية. هذه الجرائم المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية. فنحن في مجلس عشاء العراق العربية في جنوب العراق في الوقت الذي نقف فيه إكراما وإجلالا لتضحيات هذا الشعب العظيم ولشهدائه الأبرار الذين روت دماءهم أرض الأحواز الطاهرة العربية. فاليوم نجدد تضامننا ووقوفنا الكامل مع حقوق شعبنا العربي الأحوازي، هذه الحقوق المشروعة التي سلبها الاحتلال الإيراني الفارسي الحاقد. فإننا نحيي هذا اليوم العظيم، يوم الشهيد الأحوازي الذي صادف 13 من شهر حزيران من كل عام. فباسمي ونيابة عن إخواني زعماء القبائل ورؤساء العشائر في جنوب العراق المنضوين تحت راية المجلس نرفع آيات التقدير والاحترام والامتنان إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وضحوا بأغلى ما يملكون بأرواحهم الطاهرة الزكية فداء للوطن من أجل خلاصه وتحريره من براثن الاحتلال الإيراني الفارسي، وفي سبيل أن ينال هذا الشعب العظيم العيش الكريم وأن يعيش بحرية وسلام في وطن حر عربي مستقل. وفي هذه المناسبة العظيمة نرفع آيات التقدير والاحترام لأمهات الشهداء وأسرهم وذويهم الذين وهبوا الوطن ما يمكن أن يجود به الإنسان وهو فلذات أكبادهم الغالية. كما نرفع تحية إكبار وإجلال لكل الأبطال المرابطين
من أبناء شعبنا العظيم في ساحات الوغى المضحين من أجل تحرير الوطن الغالي الأحواز تحريرا شاملا وكاملا من براثن الاحتلال الإيراني الفارسي. وفي هذه الذكرى العظيمة ليوم الشهيد الأحوازي لابد أن ندعو المجتمع الدولي بكافة هياكله ومنظماته الدولية والإنسانية للتحرك الفوري لوقف جرائم حكومة ملال إيران وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وإلزامها بالقوانين الدولية والإنسانية لترفع الظلم والجور على أبناء شعبنا الأحوازي. وفي هذه المناسبة ندعو أبناء شعبنا العربي الأحوازي بكافة فصائله ومقاومته البطلة إلى التوحد ورص الصفوف لمواجهة المحتل الإيراني حتى تعود الأحواز دولة عربية حرة مستقلة لأبنائها الشرعيين. ولا ننسى أن ندعو القادة العرب أن يخرجوا من هذا الصمت المخزي ليقولوا إن الأحواز دولة عربية احتلت من إيران الفرس وتعود إلى أحضان وجسد الأمة العربية وتكون عضو فعال في الجامعة العربية. المجد والخلود لشهدائنا شهداء الأحواز والعراق والأمة العربية. عاشت الأحواز دولة حرة عربية مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافية، ألف عافية دكتور، وبارك الله فيك. وموقف أهلنا في العراق الشقيق وعشائرنا العربية العراقية واضح ومعلوم من أهلهم في الأحواز تاريخيا. بارك الله فيك، حياك الله، ومن خلال حضرتك لكل أهلنا في العشائر العراقية ألف تحية. تفضل أستاذ طارق ترجمة كلام الشيخ. شكرا جزيلا. جناب آقای شیخ احمد الغانم دبیر کل گروه قبایل جنوب عراق در کلمه خودش اینو یادآور شد که کلمهش در یادآوری از کلمه شهید باید اینو بگویم که شهید چراغ راه آزادی و پیروزی است و لذا بسیاری از کشورها این روز را والا می‌دانند، بلکه تمام روزها را باید به نام شهید بنامیم. بدون دفاع و حمایت از راه شهیدان و یاد آنها نمیتوانیم به آزادی برسیم. شهدا عدد و رقم نیستند، بلکه حماسه‌ای برای ما هستند. ملت‌های بزرگ یاد شهدا را همیشه والا می‌دانند. هر ملتی به فانوس و چراغ راه نیاز دارد. امروز ما یاد شهیدان اهواز عربی را بزرگ می‌دانیم و می‌دانیم که از روز اشغال اهواز در 1925 ایران بزرگترین پاکسازی قومی را در حق اهوازی‌ها انجام می‌دهد. این جنایت‌ها مخالف تمامی قوانین حقوق بشری می‌باشند. ما در ضمن اینکه با شما این روز را گرامی می‌داریم، از حمایت از شما و حقوق شما دفاع می‌کنیم و این روز بزرگ را که در 13 ژوئن به نام و نمایندگی از تمام قبایل جنوب عراق اعلام می‌کنیم و در راه رسیدن این ملت به آزادی و کرامت انسانی و رسیدن به کشوری عربی به همه خانواده ها و مادران شهدا درود میفرستیم و درود میفرستم بر همه مبارزان راه آزادی بر ضد هژمونی فارسگرای ایران و از همه جامعه جهانی خواستار توقف نقض حقوق بشر ایران و توقف این جنایت ها بر ضد ملت عرب اهواز هستیم و از همه اهوازی ها میخواهیم که به وحدت و اتحاد رسیده و همچنین از رهبران کشورهای عربی میخواهم که به این سکوت نادرست خود یعنی این سکوت را بشکنند و از آنها دعوت می‌کنیم که اهواز را به عنوان عضوی از جامعه کشورهای عربی به رسمیت بشناسند. جاوید باد اهواز و ملت بزرگان. شكرا جزيلا أستاذ طارق، وجدد شكري طبعا للأخ الشيخ غانم على كلمته الأكثر من مهمة. مرة ثانية نعود للأخوة وأخوانكم الأحوازيين. الأخ المهندس جليل الشرهاني وبراني أمين عام حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي. موجود أستاذ جليل؟ نعم أخي. تفضل يا شكرا لك وشكرا للحضور وشكرا لإعطائي هاي الفرصة لأكون في خدمتكم وخدمة الضيوف العرب والأخوة الموجودين في هاي الغرفة.
بداية أقدم سلامي للأخوة الحاضرين والمتواجدين ويانا بالكلمة ما يتكلمون العربية. أقول أقدر أتكلم بالفارسية أستاذ شوي؟ نعم رفيق، تفضل رجاء. در ابتدا با تشکر از دوست و رفیق صلاح ابو شریف برای دعوت از من و دعوت از حزب تضامن دموکراتیک الاهواز برای حضور در این کنفرانس و ضمن خوشامدی هم به دوستانی که از ملت‌های غیر فارس که در جمع ما هستند تشکر و قدردانی میکنم. سخنرانی من رو با زبان عربی شروع میکنم و دوستان ترجمه خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة والأخوات في المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية لإقامة هذا المؤتمر، وأتمنى لهم ولنا جميعا النجاح والتوفيق في مسيرة الدفاع عن حرية وكرامة شعبنا العربي الأهوازي. ومن ثم أشكر المجلس الوطني على هذه الدعوة الكريمة التي وجهت لنا في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي. قبل كل شيء يجب أن أذكر تضحيات شهداء شعبنا في سبيل الوطن، وننحني إجلالا وتكريما لتلك الأرواح الزكية التي سطرت أروع الملاحم في مسيرة شعبنا النضالية. أيها الأخوة والأخوات، يمر شعبنا في هذه الأيام وظروف صعبة وعصيبة نتيجة السياسات الممنهجة من قبل الحكومة الإيرانية للقضاء على شعبنا وتشويه هويته، ولا سيما أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة التوترات والمضايقات على شعبنا، ونتيجة النهب المستمر لثرواته مثل البترول والغاز والمياه وغيرها، بات الإنسان الأهوازي غير قادر على الحصول على لقمة العيش، وذلك نتيجة سياسة الدولة الإيرانية التي كانت دائما تنتهج العداء لشعبنا وتحيك المؤامرات وتدبر المكايد بغية الانتزاع أرضنا وحقنا من يد أهله. وهذه المصائب التي يمر بها شعبنا تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى التصرف بمسؤولية والتزام تجاه قضيتنا العادلة، وذلك لأننا ونظرا للوضع الإقليمي والدولي ربما نكون على عتبة تغييرات مصيرية في داخل إيران. وكما تشاهدون أن مفاوضات الملف النووي وصلت إلى طريق مسدود، وذلك نتيجة تعنت النظام الإيراني والوضع الاقتصادي المتردي للغاية، والاحتجاجات العمالية والمدنية غائمة على قدم وساق في مختلف مناطق الشعوب الإيرانية. وكما قيل أن التاريخ يعيد نفسه، فإن الأنظمة الديكتاتورية معرضة للسقوط في أي لحظة بمجرد وصولها إلى سدة الحكم، وذلك بسبب انقلاقها وابتعادها عن العقلانية واتخاذها أفكارا وهمية أو خرافية لا يحصد منها المواطن شيئا غير الفقر والحرمان. وتاريخ الشعوب يقدم أمثلة كثيرة لمثل تلك الأنظمة. نظرا لذلك أهيب بالأخوة جميعا تنظيمات وأحزاب ومستغلين أن يعدوا العدة ويكونوا مستعدين للمرحلة
أيها الأشقاء، علينا أن نكون على أحبة 1997 القادمة حتى لا نأخذ على حين غرة كما حصل عام الاستعداد حين يحدث التغيير، ومن الآن نسعي إلى الوحدة ونبذ الخلافات وتغريب وجهات النظر وتقديم أفكار جديدة وأساليب حديثة للمطالبة بحقنا، ونواصل نضالنا بصدق وأمانة وشرف حتى تحقيق أهداف شعبنا للحصول على حقه في الحياة وحرية وعزة وكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي الأستاذ جليل الشرهاني، الأمين العام لحزب التضامن الديمقراطي الأحوازي، على كلمتك الرائعة والموقرة. أستاذ طارق تفضل. نعم شكرا جزيلا. جناب آقای جلیل شرهانی ابوانیا دبیر کل حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، ایشون در ابتدای سخنانیشون فرمودن که اولا از دوستان جهت این کنفرانس کمال تشکر دارم و همچنین دعوت این حزب را نیز یادآور شدن و فرمودن که اولا شهیدان و جانگدازی آنها در راه رسیدن به آزادی بسیار مهم است برای تاریخ هر ملتی. دوستان عزیز، ملت ما در این روزها مبارزه ناعادلانه ای را در رویارویی با نظام فارس دارد تجربه می کند. امروز ملت عرب اهواز قادر به تأمین حتی نیازهای اولیه خود نیست و این دولت جنایتکار از همه راهکارهای خود جهت ضربه زدن به ما و مبارزات ما استفاده می کند. امروز هم کما اینکه میدونید گفتگوهای اتمی به بنبست رسیده و وضعیت نابسامان اقتصادی و نافرمانی مدنی در همه مناطق ملت‌های غیر فارس وجود دارد. امروز دوستان تاریخ در حال تکرار شدن است و دولت‌های استبدادی و توتالیتر در حال سرنگونی و سقوط هستند. امروز این رژیم برای ملت‌ها به جز نابسامانی و فقر و فلاکت چیزی به بار نیاورده است. در خاتمه نیز از تمامی گروه‌ها و احزاب خواستم که کمال آمادگی را داشته باشیم و دوباره فرصت را همچون سال 79 از دست ندهیم، کما اینکه در راه رسیدن به آزادی باید به نوعی از وحدت کلمه برسیم و اینکه ملت ما امروز به نوعی پرچمدار این آزادی و مبارزه در میدان هست را باید در نظر بگیریم. شكرا جزيلا لك أبو طلال، وشكرا للأخ العزيز برانيا. والآن الكلمة للأخ الدكتور خالد النعيمي أمين سر الجبهة الوطنية العراقية المحترم، ونعتذر على يعني التأخير على حضرته وباقي الأخوة، وهذا من باب الميانة. تفضل دكتور خالد. الظاهر غادرنا الدكتور خالد النعيمي. الآن الأخ العزيز والدكتور الكبير الدكتور عبد السلام القائي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية، يتفضل بكلمته. وأيضا أعتذر له بسبب تأخرنا عليه، وأيضا من باب الميانة لأنه أخونا الكبير ويتفهمنا أكيد. تفضل دكتور. شكرا جزيلا للسيد رئيس الجلسة الأستاذ أبو شريف. عذركم مقبول. فالأخوة من حيث الزمن لهم الأولوية، خاصة في الدول المشرقية والدول المغربية لوطننا العربي الكبير. الشكر موصول أيضا للمجلس الوطني للثورة الأحوازية على دعوتكم لمنظمتنا بيوم الشهيد الأحوازي الخالد. الفرس قبل الصهاينة أول من احتلوا أرضا وشعبا ودولة عربية، وسبقوا الصهاينة في احتلال فلسطين. احتلوا الأحواز عام 1925، وبعدها بقرابة ربع قرن احتلت فلسطين من قبل اليهود الصهاينة. لم يحدثنا التاريخ يوما أن الفرس قد وقفوا لا مع العرب ولا مع المسلمين، والشواهد هنا كثيرة. فقد وقفوا مع البريطانيين والأمريكان لاحتلال الأحواز العربية وإسقاط دولتها،
وكذلك تعاونوا مع الأمريكان لاحتلال العراق وتغيير نظامه الوطني، ولا يزالون متفقين مع جميع الديانات اليهودية والمسيحية والبوذية، لكنهم مختلفين مع الديانة الإسلامية فقط، بما فيهم شيعة الأحواز العرب وثوار تشرين في المناطق الشيعية جنوب العراق. لقد وقفوا مع أرمينيا المسيحية ضد أذربيجان الشيعية في حربها، مثلما وقفوا مع إسرائيل اليهودية الصهيونية ضد شيعة وسنة العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات، والتي جرع فيها شعب وجيش العراق السم قطره في فم المقبور خميني. أخوتي الأعزاء، الفرس لم يحققوا نصرا بمفردهم عبر التاريخ، لذلك فقد اعتمدوا في استراتيجيتهم على القتال بغيرهم بقاعدة القفازات المذهبية الشيعية، ليكونوا الشيعة الوطنيين وقودا لتحقيق مشروعهم القومي الفارسي. طبعا أقصد الشيعة الوطنيين المغرد بهم البسطاء. بينما نجد إيران تقاتل العرب الشيعة والسنة والكرد والمسيح، العراقيين والسوريين واللبنانيين والحوثيين من خلال ميليشياتها بواسطة الحشد الشعبي الشيعي لقتل شيعة العراق في الجنوب وخاصة في المناطق الثائرة، وحزب الله في لبنان وسوريا، والحوثي والحرس الثوري. التاريخ والوقائع تثبت أن طبيعة الشخصية الإيرانية مدانة بالغدر والمكيدة، فلم تسيطر إيران على أي بلد عربي أو مسلم إلا بالغدر والمكيدة والاغتيالات. وما اغتيال شباب الثورة العربية الأحوازية والعراقية إلا دليل وبرهان على ذلك، ناهيكم عن اغتيالها للعلماء والطيارين والضباط العراقيين. ولم يكن اغتيال أحمد المولى رحمة الله عليه أبا ناهض لا الأول ولا الأخير. أختتم قراءتي هذا لتاريخ الشخصية الفارسية الأسود بوصف لصحابي جليل هو المقداد الكندي للفرس، وصفهم قبل 1400 سنة، حيث وصف الفرس بأنهم الفرس إيران حاليا برسالة بعثها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقد وصفهم وصفا دقيقا ينطبق إلى يومنا هذا، حيث قال: الفرس علوج عجاف ونعاج ضعاف، سيدهم القوي وعبدهم الضعيف، يلبسون الخيانة وينزعون الأمانة، تنقصهم الأخلاق والمروءة وتلهو بهم الأهواء، وتسوسهم النساء، لا عهد لهم ولا ذمة ولا وفاء، أهل غدر ومكر ودهاء، لا تعرف رأسهم من الذنب، إذا شددت عليهم أرخوا لك، وإذا أرخيت لهم شدوا عليك. على العرب أن يستفيدوا من هذه المقولة والرسالة الموجهة إلى فاتح بلاد فارس وكرمهم بالإسلام والذين يلعنونه ويشتمونه. ختاما رفاقي وأخوتي الأعزاء، أدعو من هذا المقام الكريم ومن خلال هذا المؤتمر الناجح والمتميز إلى تشكيل جبهة عربية من الشعوب المحتلة والمضطهدة من قبل العدو الفارسي على غرار جبهة الشعوب غير الفارسية، لتتوحد وتتعشق إحداهما مع الأخرى لوضع حد للعربدة الفارسية داخل الأحواز وخارجها. تحية إجلال وأكبار لشهداء الأحواز الأكرم منا جميعا. النصر للشعوب المجاهدة ضد نظام الملالي المحتل للأراضي العربية من الأحواز إلى الخليج، إلى العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وأرض الحرمين. الرحمة وجنان الخلد لشهداء الشعوب المحتلة والمضطهدة، وفي مقدمتهم الأحواز والعراق واليمن وحجاج بيت الله الحرام الذين لم يسلموا من العدوان الفارسي.
شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور لكلمتك الرائعة وصبرك علينا دكتورنا الغالي والعزيز الدكتور عبد السلام الطائي، بروفيسور وخبير وباحث في الشؤون العربية والتاريخية والإسلامية ومحاضر في العديد من الجامعات الأوروبية. شكرا لسعادتك. الآن الترجمة أستاذ طارق جاهز؟ نعم شكرا. تعبناك معنا، احنا أرخصنا أبو خالد شوية ورايحين نعود عليه بعدها. تفضل. بله، کلمه جناب آقای پروفسور عبدالسلام طایی پژوهشگر و استاد دانشگاه رو شنیدیم. ایشان کمال تشکر از رئیس سازمان حقوق بشر عرب در کشورهای اسکاندیناوی. بله، همچنین رئیس این شورا در کشورهای اسکاندیناوی میباشند. ایشون کمال تشکر از شورای ملی اهواز جهت این کنفرانس و این دعوت داشتند و فرمودند که دوستان فارس ها حتی قبل از صهیونیست ها اشغالگری شروع کردند. اهواز 1925 آغاز این اشغالگری بود و سپس صبحاً بعد از اون فلسطین رو ما از دست دادیم. شواهد تاریخی یادآور این است که در تمامی بزنگاه‌های تاریخی فارس ها بر ضد عرب ها بوده و همیشه بر ضد اسلام توطئه چین بودند. در کنار ارمنستان بر ضد آذربایجان شیعی ایستادند و در کنار یهود بر ضد اسلام عراق بوده. فارس‌ها هیچگاه تنها پیروز نبودند، بلکه همیشه از گروه‌های نیابتی جهت تطبیق اهداف خود استفاده می‌کنند. آنها از خودفروشان و مزدوران در مناطق خاورمیانه بر ضد کردها، عرب‌ها، مسیحی‌ها و مسلمان‌ها صف‌بندی نمودند. تاریخ به ما می‌آموزد که فارس‌ها همیشه با نامردی به پیروزی‌های خود رسیدند. آنها همیشه تروری‌های سیاسی را پیشه نموده و تمامی سیاستمداران را با قدر کشتند. ترور احمد مولا آخرین ترور نبوده. قبل از آن و بعد از آن ترورهای زیادی هم نسبت به فعالان گروه‌های غیر فارس انجام شده. ایشون در پایان سخن خودش حدیثی و یا روایتی از مقداد کندی میگه که ایشان در روایتی در نامه به حضرت عمر گفته بودند که فارس ها یعنی تنقصهم الاخلاق، بی اخلاق هستند و صفت‌های وصف‌های نابجایی در مورد فارس ها ایشون به عنوان یکی از صحابه به حضرت عمر گفته بودند. در انتها نیز ایشون میگه که من دعوت میکنم، از این مایک استفاده میکنم و از این کنفرانس و آرزوی موفقیت برای این کنفرانس دارم و از شما میخواهم که به نوعی جبهه‌ای مثل جبهه ملت‌های غیر فارس در راه رسیدن به حق تعیین سرنوشت رو داشته باشید که به یک وحدت بر ضد این هژمونی و این اشغالگری فارس داشته باشید. تسلم سعادتك ابو طلال. الان معنا طبعا الاخ المحامي الاستاذ الشيخ علي العبيدي من سوريا الشقيقه، الامين العام لمجلس عشائر العراق وسوريا. تفضل سعادة المحامي. المايك مسكر. شيخ علي افتح الميكروفون بس. تسمعون الآن؟ تفضل شيخنا الجليل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي رفاقي، نشكر المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية لدعوتنا الكريمة ولبينا الدعوة كواجب قومي ووطني وأخلاقي لنضع أيدينا بأيديهم مجددا ونجدد العهد. ونشكر كل الحاضرين من الوطن العربي من شنقيط وموريتانيا إلى الأحواز، ونشكر تضامنهم، ونشكر الشعوب غير الفارسية المتمثلة بقياداتها ورموزها في هذا المؤتمر من الأخوة البلوش والأخوة الأذريين والأخوة الأكراد والتركمان. طبعا يوم الشهيد الأحوازي هو نحن نعتبره يوم الشهيد الإنساني أولا، ويوم الشهيد العربي ثانيا، ويوم الشهيد الأحوازي ثالثا، لأن هؤلاء الشهداء هم منارة طريق من منارات أمتنا. طبعا الأحواز ضحت بالكثير والقليل منذ عام 1925 ولا زالت تضحي،
بالنسبة الأحواز تعاني، والشعوب غير الفارسية في إيران تعاني من احتلال واحد اللي هو الاحتلال الفارسي. أما نحن في سوريا فنعاني من احتلالات، نعاني من احتلالات، ودفعنا ثمن ذلك من خلال احتلال ملالي الفرس في قم لسوريا والعراق ولبنان، وأذرعهم من الميليشيات وجمهور جبهة المماتعة المتمثلة في إيران وحزب اللات في لبنان وبقية الميليشيات الشيعية العميلة سواء في العراق أو أفغانستان أو باكستان. أخوتي الأعزاء، طبعا هاي فرصة رائعة وجيدة أنه نتبادل الآراء والأفكار بشكل محدود. أنا لن أطيل عليكم ولن أكرر ما كرره الأخوة في القوى الأحوازية من الحاضرين من رموز النضال الأحوازي: الوحدة أولا وعدم الاختراق ثانيا. المرحلة القادمة على خريطة الشرق الأوسط، التحالفات الدولية تتغير في اليوم، وانعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية الآن غيرت خريطة التحالفات. منطقة الشرق الأوسط قادمة على تغييرات هائلة. نحن كشعوب رقم صعب لأننا نملك الأرض في إيران، في العراق، في سوريا ولبنان واليمن وبقية الدول. التحالف لا يشترط فيه تحالف دول، فتحالف الشعوب هو الأصل. نحن نملك الأرض، وعلى سبيل المثال الطير لما بده ينزل أينما يطير فينزل على الأرض، لا يستطيع أن يطير في السماء. طبعا نشكر كل الشعوب العربية اللي ساندتنا بثوراتنا، سواء الثورة السورية التي دفعنا فيها 1,000,000 شهيد، والثورات العراقية، ونشكر ثورة تشرين في العراق، والثورة الأحوازية اللي قاربت على 100 سنة الآن ولن تنقطع. التعويل على الحكام أعتقد الآن نحن بعيدين عنه. ليش؟ لأن الحكام يهمهم مصالح دولهم ومصالحهم الشخصية، ولن نتعرض لهذا الموضوع كثيرا. إذا استطعنا أن نثبت جدارة كشعوب بتوحدنا فهاي سابقة جيدة. يعني على سبيل المثال، أنتم في إيران الشعوب غير الفارسية، نحن في اتحاد القبائل والعشائر العربية السورية العراقية. في سوريا أيضا عندنا تحالف الجبهة الديمقراطية التركمانية، وعندنا المجلس الوطني الكردي، وعندنا مجموعة. فبلادنا في الشرق نتيجة تنوع الإثنيات وتنوع القوميات، فتحالفها يكون مزهرية وفسيفساء جيد. طبعا لن أتكلم عن نظام الملالي في قم وجرائمه، لأن معلومة للجميع، والكثير من الأخوة استفاض في هذا الموضوع. الأحواز هي جبهتنا الشرقية قولا واحدا، وعمقنا العربي في إيران، العمق العربي في إيران هي الأحواز. أفكار كثيرة لا يتسع الوقت لشرحها. أهم شيء هذه المؤتمرات هي ثمار جيدة لتبادل الآراء ولوحدتنا كشعوب، ونقل معاناة شعوبنا لشعوبنا، لأن الغرب يهمه مصالح، الغرب شركات، الغرب مصالح. نملك ثروات طائلة، نملك بنية ثروات
غير عادية. إيران تحاربنا في ثرواتنا، تحاربنا من خلال الخمس، تحاربنا من خلال غاز وبترول الأحواز والعراق وسوريا، تحاربنا بكل شيء. أنا آسف أطلت عليكم، وتحياتي للجميع والمجد والخلود لشهداء الثورة الأحوازية، الرحمة والمغفرة لأرواح شهدائنا الأمة العربية. عاشت الأحواز حرة أبية، والنصر والخلود لأمتنا. السلام عليكم. شكرا سعادة المحامي والشيخ علي أبو يزن العبيدي على هذه الكلمة الأكثر من رائعة. أهلنا في سوريا الأبية كانوا ولا زالوا دائما معنا قلبا وقالبا، ونحن وإياهم في ثورة واحدة ضد الاحتلالات الأجنبية وضد الميليشيات الإرهابية. ترجمة للدكتور أبو خالد، رجاء تفضل ترجم كلمة. طارق جاهز رفيق أبو شريف. أستاذ طارق تفضل. موجود بالخدمة. شكرا دكتور فيصل. جناب آقای الشیخ علی العبیدی دبیر کل قبایل عراق و سوریه، ایشون فرمودند که بنده کمال تشکر از شما جهت دعوت در این کنفرانس دارم و بر خود به عنوان واجب میهنی ملی و اخلاقی میبینم که با شما باشم و درود میفرستم بر شما از موریتانی تا اهواز، و کمال تشکر از ملت‌های غیر فارس دارم و بر رهبران آنها درود میفرستم. روز شهید اهوازی یا ما روز شهید انسانیت مینامیم. این روز ناقوس و فانوس راه آزادی است. امروز اهواز و ملت‌های غیر فارس از اشغالگری فارس رنج میبرند. ما در سوریه از چندگانه بودن اشغال رنج میبریم، از گروه‌های نیابتی و ایران و حزب الله و نظام مستبد توتالیتار. دوستان عزیز، این فرصت مهمی هست که با هم تبادل نظر کنیم و اینجا تاکید می‌کنم که اتحاد بسیار مهم است. همپیمانی‌های منطقه‌ای در حال تغییر است. نظم نوین جهانی دستخوش تغییر بسیاری شده است. جنگ روسیه و اوکراین آغازگر این همپیمانی‌ها هست. همپیمانی‌ها فقط کشورها نیست، بلکه همپیمانی ملت‌ها نیز هست. از همه کشورها و ملت‌های عرب و غیر عرب تشکر می‌کنیم جهت حمایت از انقلاب سوریه، کما اینکه یادآور انقلاب تشرین یا آبان در عراق نیز هستم و تشکر می‌کنم انقلاب مردم اهواز. اگر بتوانیم به عنوان ملت‌ها دارای کفایت کافی باشیم و در سوریه ما همچنین دارای جبهه ترکمن‌ها و جبهه کردها نیز هستیم و این رنگارنگی ملت‌ها باعث قدرت انقلاب ما در خاورمیانه و ضد استبداد و اشغالگری است. جبهه اهواز جبهه شرقی ما و عمق استراتژیک ما در ایران هست. ایده ها بسیار هستند، وقت کم هست. این کنفرانس بسیار مهم است جهت نقل مشکلات و تبادل افکار. و در انتها نیز ایشون فرمودند که ایران به وسیله ثروت ما با ما مبارزه میکنه و در آخر هم به شهدای انقلاب اهواز درود و جاویدباد فرستادند. شكرا جزيلا. طبعا التحق بنا أحد الضيوف اللي قرأنا اسمه ولم يكن حاضرا وقتها، الأخ الدكتور عبد الغفور ستاش من الاتحاد الوطني الديمقراطي التركماني في تركمانستان الجنوبية المحتلة من قبل إيران. جناب آقای ستایش، our brother عبد الغفور ستاش. Are you here, brother? أستاذ عبد الغفور. أعتقد عنده مشكلة مجددا، لأن أبلغوني بالإدارة أنه تواجد بالغرفة. الآن نعود للبنان العزيز على قلوب كل العرب، لبنان الثائر بوجه حزب الله الإرهابي وأيضا ميليشيات إيران واحتلاله الإجرامي لأهلنا في لبنان العربية. للأخ الدكتور غسان صعب رئيس التيار العربي اللبناني، وأيضا كلمة المغتربين من البرازيل. تفضل دكتور. مساء الخير جميعا. شكرا لحضرتكم لهذه الدعوة، شكرا للمجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، شكرا لدماء الشهداء العرب الأحرار اللي ابتدأت من الأحواز من سنة 1925 إلى فلسطين، إلى الجنوب اللبناني، إلى الجولان، إلى قناة السويس بحرب تشرين، إنه امتداد إلى نهر جارف
من الدماء العربية الذي سقطت على هذه الأرض الطاهرة لكي تقول إننا عرب وسنبقى عرب وسنموت عرب. إن الشهداء هم أنبل بني البشر، كما إن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. أثمن جدا كلام السيد رئيس مجلس منظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية، كما أثمن جدا كلمة رئيس مجلس العشائر العربية العراقية السيد علي. وسأقول ما توقفهم عنده. نعم، إن إيران دخلت على بلادنا العربية بثقافة غريبة واستغلت مذهب إسلامي لا وجود له في الإسلام. في أحد المرات سألت السيد محمد حسين فضل الله عن ولاية الفقيه، فقد جاوبني جوابا صريحا إنها وجهة نظر، وإنما المؤكد وأمرهم شورى. وكان جوابه كمان إنه لا يمكن الله أن يعطي اثنين متعارضين، أو ولاية الفقيه أو أمرهم شورى. السيد علي الأمين مفتي سور رفض ولاية الفقيه، وكان الثمن تحطيم مكتبه وطرده من دار الفتوى في سور. ما أريد أن أقوله إننا نقتل بالدماء باليد العربية وبالمال العربي. الأحواز هي المال العربي الذي احتل من قبل بريطانيا وقدم إلى دولة فارس لتحطيم الأمة العربية. خوفهم مننا نحن العرب، خوفهم مننا نحن العرب، لأن العرب هم الصد الرئيسي لكل مؤامراتهم، شاء من شاء وأبى من أبى. إنني أدعو إلى قوى الشعوب الغير فارسية إلى الاتحاد وفورا، لأن هذا الاتحاد هو بوابة تحريرهم. إنني أدعو الشعوب العربية وخاصة الدول اللبنانية، الدول لبنان، سوريا، العراق، اليمن، الاتحاد مع الأحواز، لأن هذه الشعوب هي المغلوب على أمرها، وهي التي يجب أن تبقى وتناضل لتحرير بقية الشعوب وتكون منارة لبقية الشعوب العربية كي لا يقعوا في مؤامرة الفرس مرة أخرى. ونحن كمغتربين سنضع كل إمكاناتنا المادية والعلاقات المعنوية جنبا إلى جنب. لا نريد انتظار أنظمة ومصالح دول، نريد نحن أن نكون. هذه رسالتي لكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور وبياك على هذه الكلمة الهامة جدا واللي حملت عبارات وطنية وقومية وإنسانية كبيرة رغم اختصارها. شكرا لسعادتك. والترجمة طبعا الأستاذ طارق موجود بالخدمة. جناب آقای قسان طیب، نعم. جناب آقای قسان طیب رئیس مهاجران لبنانی در آمریکای جنوبی و تحدیداً برزیل. همچنین اجازه بدین همچنین ایشون رئیس جریان ملی عربی لبنان هستش در لبنان و ایشون حتی اعضا در پارلمان هم دارن. بفرمایید. بله.
کاملا درست. ایشون فرمودند درود بر شهدا از اهواز تا فلسطین تا کانال سوئز. گرانمایه می‌بینم سخنان دکتر عبدالسلام الطایی و همچنین سخنان دکتر علی العبیدی و تأیید می‌کنم که ایران از مذهبی که وجود خارجی در اسلام ندارد کمال استفاده را بر ضد اسلام کرد. از محمد حسین فضل الله علامه شیعی لبنان پرسیدم نظرشان را در مورد ولایت فقیه و ایشان فرمود این فقط یک دیدگاه است. از علی الامین نیز همین سوالا پرسیدم در مورد ولایت فقیه و ایشان نیز این را منکر شد و تاوان این مخالفت را نیز پرداخت. اهواز امروز در حال پرداخت تاوان این ناسیونالیست عربی است. در اینجا از همه گروه‌ها خواستار اتحاد هستم و از همه ملت‌ها و کشورها خواهان اتحاد با اهواز هستم. این ملت و ملت‌های غیر فارس باید ضامن پایداری بر ضد استکبار و هژمونی فارس باشد و ما باید در کنار آنها بایستیم، از شما حمایت بکنیم و این بود پیام بنده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار کوتاه بود و بسیار مفید. شكرا جزيلا لسعادة الدكتور غسان صعب لكلمته ولحضرتك. دوستان کسی از دوستان هست که به کنفرانس دعوت شده و ایشون تشریف دارن در اتاق هستن و هنوز سخنرانی نکردن؟ چون من اسامی تمام دعوت شدگان رو خوندم، بعضی از دوستان تشریف نداشتن در اتاق. اگر تشریف دارن به ما ابلاغ بکنن که ما در واقع میکروفون بدیم دستشون. أنا بس طلبت من الأخوة من الشعوب غير الفارسية إذا موجود أحد منهم يمكن داعينا إحنا ولأي سبب لسه ما ألغى كلمة حتى يتفضل يلغي كلمته. كذلك الأشقاء العرب طبعا هناك أسماء قرأناها ما كانت موجودة من المغرب العربي أعتقد، وأيضا من العراق الشقيق، فإذا موجودين الآن يا ريت يشرفونا. داد أبو شريف السيدة ليلى شمة رافعية تتكلم. أعتذر سعادتها دكتورة ليلى، تفضلي رجاء. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أعتذر أنا مو دكتورة، أنا ليلى الشمري، الناطق الرسمي للهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني. أشكركم جزيل الشكر باسم الهيئة على دعوتكم لمؤتمر المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية بمناسبة ذكرى يوم الشهيد الأحوازي، وأدعو الله أن يرحم كل شهدائنا وشهدائكم وشهداء الأمة العربية اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل أوطانهم. الحقيقة احنا الآن مجتمعين كلنا بهذا المؤتمر ومشاعرنا متوجهة نحو عدو واحد. هذا العدو دمر بلداننا، وسبقتونا الأحواز. في الأحواز هي كانت الدولة الأولى اللي تم احتلالها من قبل العدو الفارسي بما يقارب قبل 100 سنة. نضال الشعب الأحوازي 40 سنة اللي فاتت كان نضال دامي له كل التقدير والاحترام. الأحواز وشعب الأحواز هم أخواننا وأبناء عمومتنا، وجرحنا واحد ومعاناتنا واحدة. بعد الأحواز الآن الاحتلال الفارسي البغيض دخل إلى عدة دول عربية ودمر كل ما فيها لعدة أجيال، وأصبحت هذه الدول فقيرة بعد أن كانت دول إلها مركزها وإلها مكانتها بين المجتمع الدولي بسبب حقد هذا النظام وبسبب طائفيته وعنصريته، ودخل على هذه الدول بسبب واحد وهو المذهبي الطائفي. باسم المذهب والطائفية قدر أن يتغلغل في عقول كثير من البسطاء من الناس، بالإضافة إلى عملاء اللي رباهم منذ الصغر على الحقد وعلى الانتقام من هذه الشعوب العربية، لأنه هو عدو لكل العرب. نحن قضيتنا واحدة إن شاء الله وعدونا واحد.
الاحتلال الفارسي دخل بتعاون ومن الاحتلال الأمريكي بعد 2003، والاحتلال الأمريكي فتح أبواب الحدود الشرقية للعراق مشرعة أمام هذا العدو، وآث في العراق فسادا بعد أن دخلت ميليشيات المسلحة المجرمة، وبعد أن سلم حكم العراق بيد عملائه. ولا أريد أن أقول الخونة، لأن هم أصلا غير منتمين للعراق، فهم غير خونة للعراق، إنما هم عملاء وأولاد اسمحوا لي أقول أولاد غير شرعيين لهذا النظام. فلذلك نحن كمجموعة من العراقيين الوطنيين داخل وخارج العراق نظمنا الهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني بعد أن خسرنا في داخل العراق، وبعد انطلاق ثورة تشرين الكثير من الآلاف من شبابنا، الشباب العراقي المظلوم، سواء كان شهداء أو جرحى ومعوقين. فلذلك ارتئينا أنه نقاوم هذا العدو البغيض بالسلمية، والهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني تنظم الآن طبعا منذ تأسيسها قبل أكثر من سنة ونص، وهي هدفها هو تنظيم عصيان مدني شامل في كل العراق. والحمد لله والشكر الآن الوقت مؤاتي للحظة الصفر والانطلاق هذا العصيان، بعد أن أصبح العراقيين في وضع لم يعد لهم صبر على تحمله، والمنطقة كلها متأثرة بطريقة سلبية بسبب وضع العراق، لأنه العراق هو جمجمة الوطن العربي. فأتمنى بهذا اللقاء المحترم وبهذا المؤتمر الراقي أنه نضع أيدينا في أيدي بعض لنقف بوجه هذا العدو، ودعم نطلب الدعم من كل الدول العربية ومن الأحوازيين، أخوتنا الأحوازيين، أنه نكون يد واحدة في عمل عصيان مدني شامل، سواء في الأحواز ولبنان واليمن وسوريا والعراق أيضا طبعا في نفس الوقت، لكي نشتت تركيز هذا العدو ونضيع عليه الفرصة بأن يستمر في احتلال دولنا العربية، وهو الآن متقدم في الجزائر وتونس وحتى يصل إلى المغرب. فلنقطع يده، هذه اليد السرطانية، ونقف بوجهه وقفة رجل واحد، وإن شاء الله نتخلص من هذا الاحتلال ونحتفل جميعا بالقضاء عليه وتحرير بلداننا من براثنه. أشكركم جزيل الشكر وأعتذر إن أطلت، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله. يعطيك ألف عافية أستاذة ليلى الشمري، الناطقة الرسمية للهيئة العراقية للعصيان المدني، لما تفضلتي فيه. إن شاء الله هذه اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات تستمر ويتمخض منها ما يوحد صفوفنا بإذن الله في مواجهة العدو الإيراني. نحن وأبناء الشعوب غير الفارسية المحتلة الآن في خندق واحد ضد هذا العدو اللي هو نمر من ورق لا أكثر، والأحداث القادمة سوف يعني تشهد على ذلك. الآن نترك الترجمة للأستاذ طارق. شكرا لكم. الله يخليك. شكرا لك سید. خانم دکتر لیلا الشمایی، سخنگوی گروه مدیریت نافرمانی مدنی عراق. تشکر میکنم از این کنفرانس و اهمیت این موضوع. دشمن ما یکی است و شما سالها قبل از ما این مبارزه را شروع کرده اید. من برای این مبارزات کمال احترام را دارم و این اشغالگری از اهواز به چند کشور عربی دیگر سرایت کرد. برای این کشورها و برای نسل‌ها نابودی ایجاد کرد. این مذهب‌گرایی و این نژادپرستی باعث نابودی بسیاری از این کشورها شد. کاشتن بذر نفرت و کینه و طایفه‌گرایی مذهبی باعث ایجاد شکاف بزرگی در جوامع این کشورها شد. وجود این سیستم جنایتکار در عراق باعث نابودی عراق و زیرساختارهای فرهنگی عراق شد. امروزه حکومت عراق که هیچ سنخیتی با عراق ندارد و دست نشانده رژیم ایران هست،
به عنوان یک نماینده برای تطبیق اهداف ایران استفاده انجام میده، یعنی به عنوان این آلت دست استفاده میشه. ما به عنوان گروه مدیریت نافرمانی مدنی عراق مبارزات مسالمت آمیز خود را با هدف تنظیم و برگزاری یک نافرمانی بزرگ در حال منظم تنظیم هستیم و تا ساعت شروع زمان زیادی باقی نمانده. آماده سازی این انقلاب بسیار مهم است و عراق را که به عنوان سپر ضد ایران و جمجمه کشورهای عربی و حامی آنها هست بسیار مهم می‌بینیم. در اینجا باید از اهواز حمایت کامل داشته باشیم و این نافرمانی مدنی‌ها باید از اهواز تا لبنان به صورت کامل و شامل و منظم انجام دهیم. ضرورت توقف وجود ایران و گروه‌های نیابتی ایران در این کشورها بسیار مهم است و این قده سرطانی باید از این کشورها خارج شود. شکرا جزیلا. دوستان همرزمان فرزندان ملل تحت اشغال ایران، مجددا درود میفرستم به تک تک شما همرزمان گرامی از کردستان و آذربایجان، ترکمنستان و بلوچستان و دیگر ملل تحت ستم و تحت اشغال ایران. اگر از عزیزان مهمانی هست دعوت شده به کنفرانس و تا حالا صحبت نکرده و اسمشو خوندیم و صحبتاشون نکردن یا نبودن به هر دلیلی و الان حاضر هستن، میکروفون رو میتونن داشته باشن. در غیر این صورت ما بعد از دقایقی این کنفرانس را با حضور همه شما به پایان خواهیم رسوند. کسی هست از دوستان؟ زور سپاس، تشکر لر سائل. ای کاش بتونم بلوچی هم بگم، ترکمنی هم بگم. اخواني الاعزاء، هل هناك من الاخوه مدعو للمؤتمر ولم يتحدث لأي سبب كان حتى قبل لا نغلق الاجتماع أو المؤتمر نعطي لاقط؟ شكرا. الظاهر الجميع أخذ وقته ونشكركم. طبعا قبل أن ننتهي اخوانكم الاحوازيين يمكن يكون لهم كل واحد دقيقتين حتى يشكروكم على حضوركم وعلى هذه المواقف النبيله. نبدا من الاستاذ ابو بشير. استاذ محمود. استاذ محمود ابو بشير موجود؟ استاذ كمال موجود؟ استاذ كمال ابو مصعب. وطبعا يمكن متفاجئين بدعوتي لهم مجددا. نعم موجود، شكرا جزيلا. ارجوك تفضل بكلمه قصيره مع اخوانك العرب والحضور اذا سمحت. طبعا احنا نشكر كل الاخوه الحاضرين من القوميات الغير فارسيه وخصوصا اخوتنا العرب من كافه الوطن العربي على حضورهم وحقيقه تفاعلهم مع القضيه الاحوازيه، وهذا طبعا مو جديد على الأخوة العرب، هذا ديدنهم دائما هم يتبنون قضاياهم القومية. وحقيقة الأحواز تستحق أن يكون المثقف العربي والمناضل العربي وكل أطياف الشعب العربي إلى دور في هذه القضية وفي هذه الثورة. فإحنا ممتنين رغم أنه هم أهل القضية، لكن الله سبحانه وتعالى وصى بالشكر، أن تشكر أخوك وتشكر جارك وتشكر صديقك. فإحنا نشكرهم على عطائهم وعلى حضورهم وعلى تضحيتهم وعلى هذا الوقت اللي حقيقة كرسوه من أجل أن يكونون حاضرين. فشكرا جزيلا لهم وكل الحضور. ألف عافية أستاذ أبو مصعب. أستاذ أبو خلود موجود؟ أستاذ أبو خلود؟ تفضل أستاذ أبو خلود، نائب الأمين عام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. تفضل. شكرا رفيق، شكرا لكم ولكل الرفاق اللي وإخواننا من الشعوب غير الفارسية وأيضا إخواننا العرب في هذه المناسبة القيمة وصراحة المهمة في تاريخ نضالنا ضد الاحتلال الفارسي، وهي يوم الشهيد الأحوازي. الكلمات اللي يعني أدلى بها الأخوة المشاركين والأشقاء العرب هي بحد ذاتها صراحة هو دافع راح يكون إن كما بالنسبة لنضالنا ضد الاحتلال الفارسي، وبالتأكيد سوف تكون في هنالك لحمة أيضا يعني مهمة بين الشعوب غير الفارسية في نفس الوقت. ولهذا
إن شاء الله تتم هذه الكلمات بخطوات عملية للتلاحم ورص الصفوف ضد هذا العدو المتربص والعدو الغاشم، العدو الغادر، العدو الذي يعني انتهك في الواقع كل القوانين الدولية، العدو الذي هو يعني يحاول بشتى الوسائل، وهذا من ضعفه في الواقع أن يجرم وأن يطال كرامة تلك الشعوب غير الفارسية وشعبنا العربي في الدول العربية. لهذا نحن سائرون ومستمرون ضد هذا العدو القاشم، فإن شاء الله بهمة الطيبين والأخيار من أبناء أمتنا العربية إن شاء الله تتم هذه الوقفة، ويعني تتجلى وتتوحد هذه الجهود الظافرة لمواجهة هذا العدو، لأن هذا العدو يريد منا يعني رص الصفوف، يريد منا شد يعني الحزم، يريد من عندنا يعني الوقفة لمجابهته. وإن شاء الله من يعني استماعنا لهذه الكلمات بالتأكيد إن شاء الله سوف تكون في هنالك خطوات إيجابية وعملية لمواجهة هذا العدو، وأيضا خطط في الواقع، خطط يعني عملية لكي نتمكن من العمل مع بعضنا البعض والمواجهة أيضا مع بعضنا البعض لهذا العدو القاشم. وشكرا جزيلا. لك ألف عافية أستاذ علي، نائب الأمين عام لجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. أستاذ فرحان أبو هيام، نائب الأمين عام لجبهة الأحواز الديمقراطية، موجود معنا أيضا، في كلمة قصيرة عندك رفيق، تفضل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا رفيق أبو شريف على إدارة هذا المؤتمر الرائع، ونحن نشكر دولنا العربية والإسلامية والشعوب الغير فارسية في هذه المؤتمر ومشاركتهم الغيمة، وإن شاء الله نكون يدا بيد تجاه هذا المحتل المتغطرس الفارسي إن شاء الله، ونطلب العون من كل إخواننا الدول العربية دعم القضية الأحوازية اللي هي بوابة الأمن الخليج العربي والإسلامي إن شاء الله. وأشكر حضور جميع الموجودين في هذه المؤتمر، وتحياتي لكم جميعا. شكرا لكم. شكرا لك رفيق أستاذ أبو هيام، نائب الأمين العام لجبهة الأحواز الديمقراطية. وأشكر طبعا الأستاذ أبو مصعب، نائب الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز. أعتقد الأستاذ جليل موجود، الأخوة في التضامن. أستاذ جليل، نعم أستاذي. كلمة أخيرة مع أخوانك العرب والشعوب غير الفارسية. شكرا لحضوركم وشكرا لكل الأخوة اللي حضروا هنا، وهذا دعم مو بس للجبهة اللي مرة وليس للمجلس، للقضية الأحوازية ولكل الشعب العربي الأحوازي. وهذا هو اللي احنا كنا ننتظره من كل الأخوة العرب بمواقفهم الشريفة السابقة والمستقبلية. فنرجو من الأخوة الحاضرين يوصلون هذا طلبنا لبعض المسؤولين إذا عندهم ارتباط أو صحفيين أو كذا، يكونون صوت للأحوازيين في بلدانهم. وشكرا لهم. حياك الله أبو رانيا، الأمين العام لحزب التضامن الديمقراطي الأحوازي. جناب غيبور كريم، همرزمه گرامی هنوز تشریف دارین رفیق، با 2 دقیقه اگر پیامی دوست دارین به همرزمان عربمون در کشورهای عربی یا همرزمانتون در احواز اشغالی داشته باشین. جناب آقای پرکریم. بله، بنده سلام دوباره دارم خدمت. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. واقعیتش پیام ما برای کشورهای عربی منطقه این هست که اگه
رژیم کنونی ایران و رژیم ایران رو در واقع دشمن خودشون میپندارن باید تلاش بکنن که در کنار ما ملل غیر فارس قرار بگیرن برای مبارزه با این رژیم. در واقع کاری که از دست ما به عنوان ملل غیر فارس برمیاد که مقابله بکنیم با رژیم اشغالگر ایرانی شاید اونا نتونن. رژیم جمهوری اسلامی و رژیم ایرانی تونسته تا بناگوش اونا در واقع پیش بره. شما میبینید که نزدیک عربستان سعودی رسیده از طریق همکاری با حوثی‌های یمن. لبنان را در واقع اشغال کرده از طریق همکاری با حزب الله. عراق را اشغال کرده از طریق همکاری با حشد شعبی و نیروهای وابسته به خودش. ولی چرا واقعا کشورهای عربی به فکر این نیستند که یک همکاری مشترک داشته باشند با دشمنان رژیم ایران که در واقع ما ملل غیر فارس هستیم؟ و در صورت اینکه همکاری مشترک داشته باشیم و ملل و کشورهایی که متضرر شدیم، ضررمند شدیم از جمهوری اسلامی ایران، بتونیم در یک ائتلاف مشترک در کنار همدیگه قرار بگیریم، بدون شک بیشتر و زودتر جواب خواهد داد مبارزه ما با رژیم جمهوری اسلامی ایران و میتونیم با همدیگه این رژیم و کلیت این نظام جمهوری اسلامی و نظام ایرانی رو در واقع با همدیگه ساقط بکنیم و از بین ببریم و سر راه برداریم. امیدوارم بتونیم یک ائتلاف بزرگی ترتیب بدیم، چون این درد همه ماست، یک درد مشترک هست. امیدوارم با هم بتونیم این درد مشترک رو علاج بکنیم. با سپاس از شما و همه کسانی که شرکت داشتن. تشكر طبعا الأستاذ جمال بوركريم رئيس ائتلاف مطالبين باستقلال كردستان محتلة من قبل إيران، مخاطبا الأشقاء العرب خاصة الدول المحتلة من قبل إيران. هناك الكثير من الأمور اللي إحنا في جغرافية إيران السياسية، الكرد، الأذربيجاني، التركماني، البلوشي، الأحوازي، بإمكاننا أن نسويها اللي أنتم في دولكم ما تقدرون تسوونها لمواجهة إيران. لذلك يعني يدعو إلى دعم شعوب غير الفارسية، للوقوف إلى جانب شعوب غير الفارسية لمواجهة العدو الإيراني اللي وصل للمملكة العربية السعودية عبر الحوثيين، وهيمنة على العراق عبر الحشد الشعبي، وهيمنة على لبنان عبر حزب الله. لذلك يدعو إلى ائتلاف واسع بين الشعوب غير الفارسية والدول العربية والشعوب العربية اللي تواجه نفس العدو، ويعني نفس العدو يرتكب جرائم في دولها كما يرتكب جرائم في الشعوب غير الفارسية المحتلة. سپاسگزارم، زور سپاس جناب رفيق و همراه گرامی جناب جمال بوركريم. نعتذر للدكتور خلف، كان موجود معنا من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. دكتور خلف موجود؟ أحد من الأخوة يريد يتحدث دقيقتين لو قادر يمكن. جناب آقای صالح الدروم تشریف دارین رفیق؟ در یه پیام کوتاه در 2 دقیقه خواهش میکنم اگر تشریف داشته باشین. جناب آقای بهمن بلوچ از همرزمان بلوچ، آقای ستایش از همرزمان ترکمنستان الجنوبي. الظاهر الأخوة أيضا قادروا بعد كلماتهم، بدناهم أيضا بعد ما استمعوا لحضراتكم أنه يعبروا عن وجهة نظرهم إخواننا وخلفائنا في الشعوب غير الفارسية. إخواني الأعزاء، أخواتي الموجودين في هذا المؤتمر المبارك بوجودكم والقيم بوجودكم، اقتربنا لنهاية المؤتمر. قبل أن نقادر، إذا هناك باختصار شديد جدا أحد الأخوة عنده تعليق أو كلمة قصيرة حتى ننهي هذا المؤتمر بعد ذلك. هل هناك من يريد أن يتحدث دقيقة؟ الظاهر الوقت أخذنا كلياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أجدد شكري باسم إخوانكم الأحوازيين الموجودين
والمجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية لحضوركم المشرف ولمواقفكم المشرفة ولدعمكم المشرف لأهلكم ولقضيتكم في الأحواز العربية المحتلة. أخواني الأعزاء، ما تمخض عن هذا الاجتماع وعن هذا المؤتمر سوف يكتب كبيان مشترك ويرسل لحضراتكم جميعا كمسودة، يضاف عليها ما ترونه مناسب ويحذف منها ما لا ترونه مناسب هناك، ومن ثم يوزع على المؤسسات الدولية وأيضا للإعلام كي يسمع صوتنا نحن أبناء الأحواز والشعوب غير الفارسية المحتلة من قبل إيران، وصوتكم أبناء وطننا العربي اللي تعانون من الاحتلال الإيراني وجرائم ميليشياته الإرهابية. هذه الدولة التي أصبحت لا يعاني منها العرب فقط بل شعوب المنطقة والعالم بأسره. لا يمكن لنا على الإطلاق أن يعني نحدد كلمات أو مفردات للأكرم منا جميعا لشهداؤنا، شهداء الحرية كما وصفوها الأخوة، أنه شهداء الأحواز أو شهداء الأمة العربية أو شهداء كردستان أو شهداء أذربيجان أو بلوشستان هم ليس شهداء تلك المنطقة، بل هم ناضلوا من أجل الحرية، ناضلوا من أجل الإنسانية، وناضلوا من أجل كرامة الإنسان وإنسانيته. المجد والخلود للشهداء والحرية لأسرانا، وليسقط الاحتلال الإيراني القاشم للأحواز ولأذربيجان الجنوبية ولكردستان ولبلوشستان ولتركمانستان، والخزي والعار للميليشيات والعار للعملاء الذين يمثلون الاحتلال الفارسي في لبنان واليمن والعراق وسوريا. ودمتم سالمين ودمتم ذخر لأمتنا العربية ولشعوبنا الحرة وللشعوب غير الفارسية اللي تناضل وتكافح من أجل التحرر والخلاص من الاحتلال الأجنبي. شكرا لحضوركم باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، وشكرا للإدارة الأستاذ طارق جاسم والدكتور فيصل، وشكرا للأخوة بالإدارة الزوم الأستاذ أبو خطاب وأبو صفوان وواقي الأخوة والرفاق، وشكرا لكم جميعا، وتصبحون على وطن حر ومستقل وأمة واحدة بإذن الله. شكرا لكم جميعا. شكرا أخواني الأعزاء، تصبحون على خير، وننهي هذا الاجتماع.